السلام عليكم يا شباب. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن توبيك مهم جدا. يمكن الناس كتير مش مهتمة بيه، لكن هو من اهم التوبيكس اللي موجودة في الخرسانة، وهو التماسك ما بين الخرسانة وحديد التسليح، او بالانجليزي البوند between the concrete and steel reinforcement. لو ما كانش فيه تماسك ما بين الخرسانة والحديد، ما كانش الحديد نفسه حديد التسليح هيشتغل. الفكرة كلها ان مجرد ما بيحصل شرخ في الخرسانة بعد الشد، لو ما كانش الحديد ماسك في الخرسانة يمين الشرخ وشمال الشرخ، ما كانش ابدا الحديد التسليح ده هيشتغل. زي ما حضراتكم شايفين هنا، في نوع حديد املس وفي نوع حديد مشرشر. انا دلوقتي لما مثلا حاجة، مثلا جزء من الكاميرا اهو معرض الى مومنت، فالمومنت ده بيترجم لكمبريشن وتنشن، وطبعا في شير فورسز هنا. مجرد ما الشرخ بيوصل بنلاقي ان في شد جاي من العينة اليمين، وشد المفروض في السيخ ده في العينة الشمال. هنقاوم الشد ده ازاي عشان ما يطلعش السيخ من جوه؟ تمام. هيبقى عن طريق البوند. ان انا لما بشد السيخ ده في فريكشن في الاتجاه العكسي ما بين السيخ وما بين الخرسانة. لو حديد مشرشر، مش بس هيبقى فيه فريكشن، ده هيبقى فيه كمان الريبس اللي هي الشرشرة اللي انت شايفها في السيخ. الريبس ديت بيبقى فيها مقاومة كمان، ميكانيكال ريزيستنت كمان. يعني انا لما بشد عامل زي العاشق والمعشوق اللي احنا كنا بنقول عليه في الخشب، فده بيديك مقاومة أعلى. طب ليه الحديد الهاي تنسايل بنعمله مشرشر، والحديد الأملس اللي هو بيبقى الاف يلد بتاعته قليلة؟ لأن الحديد المشرشر الاف يلد بتاعته عالية، وبالتالي بيشيل شد أكتر. فلازم أحط فيه ريبس زي ما أنت شايف كده، وأعمل في التصنيع يبقى أصعب شوية بتاع السيخ، عشان يقدر يشيل الشد عن طريق البوند. يبقى الريبس دي أساس بتاعها إن أخلي البوند سترينث ما بين الخرسانة والحديد أكبر. تمام. فهو التماسك ما بين الخرسانة والحديد ده من أهم العوامل. طبعا. طب أنا إمتى هيبدأ السيخ ده يسلت؟ يعني أنا لو شديت السيخ ده من الخرسانة بشد كبير جدا، هيسلت إمتى؟ هيسلت لما الاسترس اللي موجود على وش السيخ ده، أو المساحة السطحية بتاعت السيخ، يساوي حاجة اسمها اف بي التيميت، اللي هي أقصى قيمة إجهاد تماسك ما بين الحديد والخرسانة. طب ده قيمته إيه؟ ده يعتمد على نوع الخرسانة، وبيعتمد على الحديد. تمام. بالنسبة للكود المصري في ايكويشن بتاعته. بس زي ما اتفقنا، اهم حاجة هو بالنسبة للحديد الاملس الادهيشن او التماسك اللي ما بين السيخ وما بين الخرسانة، او البريشر اللي موجود على الخرسانة اجانست السيخ. يعني ايه؟ يعني كلما كان اجهادات اللي جاية من فوق، خليني اشغل البوينتر، كلما كان الاجهادات هنا وهنا بتزق على السيخ، هيبقى الفريكشن اعلى، لان الفريكشن زي ما انت عارف بتساوي الميو مضروبه في النورمال فورس. anyway، يعني مش مشكلتنا قوي. طيب، انا بالنسبه لي دي الاثبات بتاع الستريس بتاع البوند. مش لازم تكون فاهمه كويس، بس هي الفكره كلها ان المومنت بيزيد من مكان لاخر. تمام. التنشن فورس هنا، وبالتالي التنشن فورس هنا اعلى من التنشن فورس هنا. يعني تي 2 مثلا هنا اللي موجودة عند المومنت ده اعلى من تي 1. يبقى الفرق رايح فين؟ الفرق رايح في البوند اللي موجود في السيخ ده. الفريكشن اللي هنا بيساوي تي 2 ناقص تي 1. فهو البوند هو التغير ما بين التنشن اللي في السيخ يمين وشمال، الكراكنج، او يمين وشمال القطاعات اللي بنتكلم فيها. ماشي. وطبعا في فرق في المومنتس، فرق في الشير، وهكذا على مسافة تساوي اكس. وبالتالي نتيجة وجود التماسك ما بين حديد التسليح والخرسانة اللي هو اف بي، بيزيد الشد تدريجيا حتى يصل الى اكبر شد عند اكبر مومنت. ماشي. طيب، في حاجة اسمها طول الشد الكافي ان هو يشيل اليلد سترينث او الاسترس اللي موجودة في الحديد. هنتكلم عنها بعدين طبقا للكود. هنا هتكلم عن الثيري نفسها بتاعت الستريس بتاع البوند. اكشلي عشان تبقى عارف، البوند ستريس ما بيبقاش موزع بانتظام، يعني مش يونيفورم ستريس موجود على السيخ. ده بيختلف قوي طبقا للكراكنج اللي بتحصل في الخرسانة، بيختلف قوي طبقا لتوزيع المومنت في الخرسانة. فبفكر منطقي، انا الخرسانة كانت بتشيل شد
طول ما انا ما بتخطيتش الاجهاد بتاع الاف سي تي ار. بمجرد ما اوصل للام كراك او الاف سي تي ار، المومنت اللي عنده بيبدا كراكنج في الخرسانه، بيبدا يظهر الشرخ عندها. بس هنا في المكان ده فقط الخرسانه فجاه بدل ما هي كانت شايله شير ستريس بتتحول الى صفر. زي ما انت شايف هنا شير ستريس اسمه تنسايل ستريس عاليه عادي في الخرسانه، اول ما بيحصل كراكنج تروح ناقصه وتبقى زيرو. طب مين اللي هيشيل التنسايل ستريس في المكان ده؟ الحديد زي ما اتفقنا. وبالتالي الستريس اللي موجود في الحديد كان ماشي عادي يونيفورم كده، فجأة لما حصل كراكنج في المكان ده فجأة بيزيد قيمته بقد القيمة اللي نقصت في الخرسانة. تمام. فالإجهاد مش ماشي بانتظام طبقا للكراكنج. البوند بقى بيبدأ يقلب، يجي عند الزيرو ده يبدأ يقلب شد في الاتجاه ده، ففي بوند في الاتجاه ده وشد في الاتجاه التاني. نفس الكلام عند السنتر لاين بتاع العين. في معامل اسمه بيتا كراك مش عايز اتكلم عنه دلوقتي، اللي هو معامل حد التشريخ. ده هتاخده ان شاء الله بعدين. كلما زودت التماسك ما بين الخرسانة والحديد كلما معامل التشريخ ده بقى almost واحد. كلما كان التماسك اقل كلما البيتا كراك بيبدأ يقل. طب ايه البيتا كراك ده؟ ده معامل تخفيض لإجهاد الحديد. يعني بدل ما اصمم باف فيلد مثلا لو الحديد 420 بالاف فيلد 420 هضطر اصمم ب 0.8 اف فيلد او 0.87 او 0.73 او كده، طبقا لقطر السيخ وطبقا للتماسك قد ايه. ليه؟ لان كلما التماسك زاد كلما عرض الشرخ قل. طب ايه الميزه في كده؟ طالما أنا البوند بتاعي كلما البوند بتاعي بقى قوي الشرخ ده مش هيوسع، السيخ مش هيسلت جوه، مش هيسلت او مش هيتزحلق من الخرسانة ويبدأ الشرخ ده يوسع. طب ايه الميزة في ان الشرخ رفيع؟ ان مش هيبدأ يوصل الرطوبة او الهواء الاكسجين يبدأ يظهر اللي يوصل لحديد التسليح، وبالتالي يبدأ يحصل كراك، يبدأ يحصل صدى، ويبدأ عوامل الجوية تأثر على الحديد التسليح. تمام. طيب ايه هو البوند ستريس اللي هو الاف بي التيميت اللي بيبدا يحصل عنه انهيار؟ زي ما اتفقنا بيعتمد تماما على نوع الخرسانه. كلما الخرسانه اجهادها بقى اعلى كلما البوند بتاعها بقى اقوى. عشان كده الاف بي التيميت تقريبا 0.3 من السكوير روت في اف سي يو على الجاما سي. تمام. فانا لو بشد سيخ من الخرسانه من جوه الخرسانه هبدا يشد 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 ويحصل تشكل في الحديد لغايه ما فجاه الحديد السيخ ده يبدأ يسلت كله من الخرسانة لما يكون الإجهاد اللي موجود في التماسك ما بين الحديد والخرسانة بيوصل ال FP ultimate اللي هو almost 0.3 the square root of FCU على جاما سي. تمام. وده احنا جبناه mainly من الأبحاث العملية. طيب أنا دلوقتي حاجة اسمها development length طول التماسك. تمام. انا بالنسبه لي مثلا لو عندي كانتليفر طالع من عمود او من ايا كان، المومنت اولموست بيقف كده. خليني ارسم المومنت اللي في الكانتليفر ده عامل كده. فين اكبر مومنت؟ عند وش العمود. فين اكبر شد وبالتالي عند وش العمود. خلاص يا باشا انا هحط لك تسليح زي ما كنا بنعمل في اول محاضره. هحط لك حديد يشيل المومنت ده، وطبعا لان العزم ده نيجاتيف لان ده كانتليفر يبقى الشد علوي يبقى الحديد علوي. طيب تعال نحمل الكانتليفر ده، اول ما تحمله هيحصل المومنت اللي انت شايفينه ده واكبر عزم موجود هنا. شكرا. اول شرخ هيحصل هنا هتلاقي البتاعه دي مكسوره حتتين، صح؟ طيب يبقى المنطق بيقول ايه؟ المنطق بيقول ان احنا ندخل السيخ ده جوه العمود. ندخل السيخ ده ايه؟ جوه العمود. بطول قد ايه؟ طول اسمه طول الرباط. طب الطول الرباط ده يحقق ايه؟ يحقق ان انت يبقى عندك تماسك. انا ربطت الحديد جوه العمود بحيث يحقق لي اكبر شد ممكن للحديد. واحنا اكبر شد ممكن بالنسبه للحديد بالنسبه لنا ككود مصري هو الاف فيلد في الحديد، او الاف فيلد على 1.15 الجامعة. تمام. فمينلي الطول ال دي او طول التماسك بيعتمد على نوع حاجتين: الاف سي يو بتاعت الخرسانه، هل الخرسانه تماسكها قوي، ويعتمد على
اسمه ده نوع الحديد الاف فيلد بتاعه قد ايه. طيب بنحسبه ازاي؟ بنعتبر ان احنا هنوصل لاكبر شد هيبقى الاريا ستيل او الاريا بتاع البار مضروب في الاف فيلد على 15، هساوي ده بالاجهاد السطحي، الاجهاد اللي موجود على سطح السيخ. طب الاجهاد اللي على سطح السيخ ده بيساوي ايه؟ بيساوي محيط خلينا نرسمها، محيط السيخ اللي هو الباي في الفاي مضروب في الايه، في طول الرباط مضروب في الاجهاد. يعني دي المساحه السطحيه اللي هو المحيط مضروب في الطول يديك المساحه السطحيه بتاعه الاسطوانه اللي انت شايفها دي اللي هي السيخ. هضرب الاستريس في الفورس في الاستريس في الاريا يطلع لي الفورس اللي هي بتساوي الفورس دي التنشن، ده التنشن اللي موجود في السيخ، تنشن ان ستيل بتساوي الاريا فاي في الاف يلد على 15. تمام. عن طريق ده ان انا اعمل الديت بديت هعرف اطلع قيمة طول الرباط. فزي ما انت شايف بيعتمد تماما على الاف ييلد والاف بي اللي هو تقريبا 0.3 سكوير روت في اف سي يو على جاما سي. تمام. فيعتمد مينلي على الخرسانة ويعتمد على الاف ييلد. فلو احنا فسرنا طبقا للكود المصري ما هو طول التماسك، نقدر نقول هو اقل طول للسيخ، أقل طول السيخ يلزم نقل قوى الشد من حديد التسليح إلى الخرسانة. ولما نيجي نتكلم عن حديد تسليح قوى الشد هنعتبر إن هي اف يلد على 15 في الاريا 5، وهو أقل طول حديد تسليح لمنع انزلاقه من الخرسانة، يعني ما يحصلش فيلير النتيجة إن الاسترس ده بتساوي الاف أكتر من أو يساوي 0.3 سكوير روت في اف سي جاما سي. هو أقل طول مطلوب أن تمتد أسياخ التسليح به بعد القطاع الحرج، يعني عند أقصى شد أو أقصى مومنت الذي يؤثر عليه أكبر شد أو أكبر ضغط. طبعا في حاجة اسمها طول رباط كمان في الضغط بس بيبقى أصغر شوية. هو أقل طول يوصل حديد التسليح إلى أجهاد الخضوع زي ما احنا قلنا من شوية، أكبر قوة شد في حديد التسليح. طيب ده الإيكويشن زي ما عملناها من شوية، هنطلع منها ال دي بتساوي، مش لازم الإثبات تحفظه، بتساوي قطر السيخ مضروب في الاف اللي على 15 على 4 مرات قطر على 4 مرات الإجهاد الألتيميت بتاع البوند اللي هو 0.3 سكوير اف سي ار كما سي. معنى كده إنه بيعتمد كمان على قطر السيخ، أكيد، لأن كلما أنت عملت قطر السيخ أصغر كلما محتاج طول أقصر. لو انت قطر السيخ فاي 25 اكيد الطول اللي انت محتاجه عشان تدفنه جوه الخرسانة اطول. اشمعنى؟ اصل السيخ ده يبقى شايل اكتر بكتير، شايل كفورس اكتر بكتير. تمام. في علاقة مباشرة ما بين الاف فيلد على جاما اس والاف بي التيميت اف بي يو اللي هو نوع الخرسانة البوند بتاع الخرسانة وقطر السيخ، مضروبين في 3 فاكتورز. 3 فاكتور دول بيعتمدوا على بنسميهم معامل التصحيح. في الالفا اللي هو معامل تصحيح شكل السيخ، يعني ايه؟ يعني لو عندي حديد بالطول مفيش جنش فيه او اي حاجه، المعادله دي بتديني ال دي لو اعتبرت دي بواحد هتديني طول الرباط العادي. لكن لو انا عملت هوك في اخر السيخ او عملت كسره بندنج في السيخ، معنى كده ان طول الرباط بتاعي في الشد هيبقى افضل. لو انت عملت هوك هيعشق في الخرسانه. في الحاله دي خد طول الرباط اضربه ب 0.75 لان انت محتاج طول اقصر وهتوصل بيه للاف فيلد عادي. تمام. لكن في الكومبريشن الهوك مش هيفيدني في حاجه، فانا لازم ما زلت الايه بواحد. طب البيتا اللي هو ده معامل تصحيح لنوع سطح السيخ. لو السيخ مشرشر يا باشا خد قيمة الشد 0.75، لو السيخ أملس بواحد. طب بالنسبة للكمبريشن لو السيخ مشرشر 0.5، لو السيخ أملس يبقى 0.7. ماشي. طيب معامل تصحيح يعتمد على دمك الخرسانة. يعني ايه؟ يعني الخرسانة مدموكة كويس ولا وحش. لو انت اسياخ سفليه بيبقى خرسانه مدموكه كويس، فبيبقى الدنيا بيس وهو ده المعادله محسوبه على اساسها. اما لو السيخ علوي اللي هو التوب رينفورسمنت في مشكله، ان التوب رينفورسمنت ده وانت بتصب الخرسانه الهواء بينزل تحت السيخ من تحت ويتراكم تحت منه. تمام. والفايبريشن بيبقى وحش، والميه بيحصل عاده الخرسانه بيحصل في حاجه اسمها ادماء باللغه العربيه او بليدنج، فبيبدأ المية والمونة تبدأ تيجي فوق، فالبوند بيبقى أقل في المكان ده.
عشان كده لازم نزود طول وصلة الرباط. هنا هتاخد بالك ان في رسمة بتبين لك الفراغات والهواء اللي موجود تحت الاسياخ نتيجة نقول الاسياخ العلوية. عشان كده الرمز ده او نسبة التصغير ديت بتنضرب في 1/3 للاسياخ العلوية، 1 للاسياخ السفلية. كود بيبسط الموضوع بالنسبة لي. هتلاقي في الكود القديم صفحة 44 تيبل 4/9، وفي الكود الجديد برضو موجود بس بأنواع حديد مختلفة. ان انت لو انت عندك سيخ ستريت مش هوكت، يعني مقطوع على طول دايركتلي، هتلاقي ان حديد 360 بنستخدم فيه 60 مرة قطر السيخ. حديد 400 بنستخدم طول الرباط بيبقى 60 ضعف قطر السيخ. يعني ايه 60 ضعف قطر السيخ؟ يعني لو فاي 10 اضرب في 60 يبقى طول الرباط 600 مللي 0.6 متر. طب في حالة ان انا عامل هوك في التنشن هيبقى مثلا 45 مرة قطر السيخ. تمام، اللي هو في الاخر كده خلينا نرسمها، تلاقي السيخ جاي كده 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 وبعد كده يتعوج في الاخر، هيبقى 45 مرة قطر السيخ. طب لو انا في الكومبريشن خدها دايما 40 مرة قطر السيخ. ماشي، كل التيبل ده هتلاقيه واحد. المهم، فبالاخر عادة المصريين عادة والمهندسين اللي موجودين في السايت دايما بيضرب 60 مرة قطر السيخ، ولو حديد علوي ساعات بيضربه في 1/3. ماشي. و40 مرة قطر السيخ في الأعمدة لما يبقى في عندي كومبريشن. طيب، في أي سيخ معرض إلى شد لازم أديله طول وصلة 60 فاي قبل ما أقطع. ماشي. في حاجة تانية اسمها anchorage length اللي هو LA أو طول الرباط. إيه طول الرباط ده؟ يقول لك لما توصل للزيرو مومنت أو للمكان اللي أنت مش محتاج فيه السيخ وعايز تقطعه، اديله يا عم فاكتور اوف سيفتي، اديله حبة طول كده زيادة من عندك، كرم من عندك. طب الكرم ده قد ايه يا باشا؟ الكرم ده هو الأقصى من 0.7 أو 70% من الدبس بتاع الكاميرا، أو 10 مرات قطر السيخ، أو السبان بتاع الكاميرا أو البلاطة مقسومة على 20. حلو؟ طب معنى ال ايه تاني؟ ايه هو؟ أقل طول بين نهاية الأسياخ لما تيجي تقطع السيخ، يعني الحتة اللي مقطوع فيها السيخ، والقطاع الذي تكون عنده الأسياخ غير مطلوبة لمقاومة عزوم الانحناء، أو غير مطلوبة لمقاومة حبة شد. حلو؟ يعني إيه؟ خلينا نرسم رسمة كده. مثلا أنا عندي كاميرا، ما بلاش المثال ده، لو عندي خلينا كده أحسن، كاميرا كونتينوس، عشان ده ممكن يلخبطكوا شوية. العزم النيجاتيف هنا عامل كده، ده بنسميه مكان الايه؟ الزيرو ايه؟ الزيرو مومنت. حلو. انا السيخ العلوي محتاجه منين لمنين؟ انا محتاجه من اول هنا لغايه هنا، صح؟ قال لك لا، ما توقفليش السيخ عند الزيرو مومنت بالظبط. حلو. ده انت محتاج تطول حته صغيره كده جدعانه منك، وحته صغيره هنا جدعانه منك اسمها ال ايه. طب فين اكبر شد او اكبر مومنت؟ موجود هنا. قال لك المسافه ديت ما ينفعش تقل عن ال دي، اللي هو ايه؟ لان هنا هيحصل ييلدنج في الحديد، فما ينفعش المسيخ تقل عن ال دي من اول الشد اللي عندك. يبقى عندنا حاجتين: development length اللي هو يحقق لك اف فيلد في السياخ، والال ايه لما السيخ ما بقاش محتاجه. تمام. طيب، خلينا امسح ده. طيب ايه تاني؟ قال لك برضه هو طول أقل طول يجب أن يمتد السيخ بعد محور الركيزة الطرفية. يعني لما يجي من هنا بتاع الحديد السفلي مثلا، الحديد السفلي ده هيبقى موجود هنا. طب أنا الزيرو مومنت خلص، فأنا بتنيه وأطلعه لفوق بس بمسافة ال ايه. هنشوف الكلام ده بعدين. أو من الزيرو مومنت هنا أسيب السيخ ده يكمل كده ويقف هنا بعد ركيزة ب ال ايه. حلو. هو طول التماسك الذي يحتاجه السيخ حتى يشارك في تحمل الإجهادات القاسة الموجودة، إضافة إلى الشد والعزوم على العضو الخرساني. إيه بقى الكلام ده؟ قال لك يا باشا،
ما احنا اتفقنا في الشير في حاجة اسمها داول اكشن، ان السيخ نفسه بيشيل جزء من الشير عن طريق حاجة اسمها داول اكشن. وبالتالي صحيح في المكان ده صح، انت صح ان المومنت بزيرو، بس الشير مش بزيرو، واحنا اتفقنا ان السيخ ايه بيشيل حبة من الشير، يبقى لازم تاخد بالك وتحط ال. في حاجة اسمها شكل منحنى عزوم الإنحناء المعدل اللي هو modified bending moment diagram. حلو. أنا المفروض المومنت اللي أنا برسمه اللي أخدت في الاستراكشر ده كنت برسمه عند السنتر بتاع الإيه الكاميرا، لكن فعليا المومنت المفروض أنت يعني لو حسبت المومنت عند تحت أو فوق المومنت هيختلف شوية. فأنا في مشكلة عندي ان انا بالنسبه لي الكراكس بتاعتي بتبقى موجوده بميل، يعني مثلا عند نهايه الكاميرا، نهايه الكاميرا او البلاطه حسب هي نوعها ايه، بيبقى الشرخ بتاع الشير على 45 درجه. في نص الكاميرا او نص البلاطه عاده بتبقى فيرتيكال لان الشير اولموست بزيرو، فبيبقى الشرخ فيرتيكال فما فيهوش مشكله. في بتاع ممكن يبقى almost 0.6 60 degree سوري، الشرخ بتاعي مايل ب 60 degrees. لو افترضنا ان في المكان اللي معظم العينه ان هو الشرخ في حدود البوينت او 60 degrees سوري، وبصيت على المثلث ده هيبقى ارتفاعه الدبس على الاثنين، هتبقى المسافة دي اكس، يعني المومنت اللي انا راسمه بين المومنت عند هنا. طب فعليا الشد مش هنا، الشد موجود على مسافة من ده. طب المسافة دي قد ايه؟ المسافة دي اللي هي الاكس. لو بصيت على المثلث اللي هو 30 60 هتلاقي المسافة اكس دي almost 0.3 الدبس، يعني لو الدبس ده كله هيبقى بتلاتة من عشرة بالدبس، او 0.6 في الدي على الاتنين من الاخر، يعني ديت 0.6 القيمة ديت اللي هي 0.3 الدي. تمام. تفرق في ايه معايا؟ تفرق ان انا لما اجي ارسم المومنت بتاعي ده مومنت حقيقي عند السنتر لاين، بس المومنت بالنسبة للخرسانة لان بيحصل فيها كراكنج هيبقى على مسافة 0.3 دي، يعني القيم دي كلها اجي ازحزحها 0.3 دي ودي 0.3 دي وهكذا، وهنا 0.3 دي 0.3 دي، هنا نفس الكلام. هلاقي ان اللي منقط ده هو اللي اسمه الموديفايد بيندنج مومنت. كبر دماغ عليه، انا مش هخليك ترسمه من الاخر، اي نقطة المفروض امشي بعديها 0.3 دي لان ده المومنت الحقيقي، وابدا اشوف اقيس ال دي وال ايه وانا شغال على اللوحة. هنتكلم عن الموضوع ده بعدين. ماشي. وحاول تقرا النوتس اللي انا كاتبها لك عشان شرح اوفى شويه. طيب، عايز افهم زي ما رسمت من شويه يعني ايه ال دي ويعني ايه ال ايه، ديفلوبمنت لينس والانكر لينس. زي ما اتفقنا انا عندي هنا عند العزم ده اكبر شد، هنا عندي من الزيرو مومنت لهنا للزيرو مومنت التاني ده المكان اللي محتاج فيه الحديد العلوي، من عند الزيرو مومنت ده للزيرو مومنت ده المكان اللي فيه عزم بوزيتيف، وبالتالي ده المكان اللي محتاج فيه حديد سفلي. المهم، طيب تعال نشوف على العزم النيجاتيف. بالنسبه للحديد النيجاتيف او الحديد العلوي، انا هاجي من الماكسيمم مومنت ده امشي مسافه 0.3 دي عشان ده العزم مش هنا، العزم متزحزح شويه 0.3 دي، 0.3 دي زائد ال دي. طب اشمعنى؟ لان هنا اكبر شد، وبالتالي الجهاد ده الحديد لازم يوصل للاف فيلد، انا عامل حسابي على كده، يبقى لازم ادي طول رباط كامل لغاية نهاية السيخ من اول هنا لهنا او اكتر. زي ما تشوف هو هنا فعليا حاطط اكتر. مش بس كده، من الاتجاه التاني امشي 0.3 دي زائد ال دي، 0.3 دي عشان الموديفايد مومنت الحقيقي، المومنت في الحقيقة عامل كده، والمومنت عامل كده. فبدل ما تقعد ترسم المومنت من تاني، امشي المسافة ال 0.3 دي الأول، وبعد كده ابدأ قيس منها، زود عليها ال دي أو ال ايه أو whatever. ماشي. المهم، طيب قال لك ال ايه من أول لأول ما يحتاجش السيخ اللي هو عند الزيرو مومنت، يبقى باجي من عند الزيرو مومنت بمشي مسافة 0.3 دي عشان المومنت زائد ال ايه.
او من الزيرو مومنت هنا اروح ماشي المسافه الفيرتيكال اللي انت شايفها دي 0.3 دي زائد ال اي. اتمنى تكونوا فهمتوا الحته اللي فاتت. طب بالنسبه للتسليح السفلي، التسليح السفلي زي ما هنعرف بعدين لازم كده كده يوصل للركيزه. ماشي، التسليح السفلي دايما لازم الحديد يوصل لركيزه. ليه؟ لان ممكن اي قطاع حتى لو كونتينوس مع الكراكنج جالب سمبلي سبورتد، والسمبلي سبورتد العزم الزيرو عند الركيزه. يعني العزم الزيرو ما بينتهيش هنا، ده بيبقى موجود لغايه الركيزه، يبقى لازم دايما التسليح السفلي بتاعي يوصل للركيزه. طب الزيرو مومنت بتاعي فين؟ عند الركيزه، عند السنتر لاين من الاخر. يبقى من الزيرو مومنت امشي مسافه ايه؟ 0.3 دي زائد ال A. طب من الماكسيمم مومنت هنا امشي مسافة 0.3 دي اكبر من او يساوي زائد ال A. دي غالبا بتتحقق، هنتكلم في كاميرا نص الكاميرا بالكامل بنمشيه، وبعد كده لو عايز اطلع السيخ لفوق بمشي كمان جزء علوي. طب بالنسبة للكانتليفر اتكلمنا عنه قبل كده. اكبر عزم فين؟ اكبر عزم هنا، امشي يمينه وشماله ما لا يقل عن 0.3 دي زائد ال دي، اللي هو زي ما مشيت كل ده وامشي مسافة كل ده. اما بالنسبة من الزيرو مومنت فبنمشي مسافة ال اي زائد 0.3 دي. تمام. مينلي ده المثال التيبيكال اللي هتشوفه في معظم شغلك ان شاء الله بعدين، اللي هو لما يبقى عندك حاجة كونتينيوس اللي انا شرحته قبل كده اوريدي في المثال، ان انت يكون عندك عزم نيجاتيف وعندك عزم بوزيتيف. العزم النيجاتيف عادة يبقى من الزيرو مومنت للزيرو مومنت، فالمنطقي ان انا احط الحديد من هنا لهنا. لا يا باشا، انا باجي من هنا لهنا بس ما يقلش المسافة من الماكسيمم مومنت، ما يقلش عن 0.3 دي زائد ال دي اللي هو الديفلوبمنت لينس، والماكسيمم مومنت من الناحية التانية 0.3 زائد ال دي. مش بس كده، ده انا من الزيرو مومنت، خد بالك ده مش الزيرو مومنت الحقيقي، لازم امشي مسافة 0.3 دي زي ما اتفقنا واضيف اليها ال ايه. طب ال ده قد ايه؟ تقريبا 0.7 دي في معظم الحالات، فاما اجمع 0.7 دي زائد ال 0.3 دي يطلع لي بيساوي الدبس. يعني من الاخر باجي قد الدبس ده اروح ماشي كاني اخدت بالبرجل كده مسافه قد الدبس يمين وشمال. نفس الكلام هنا. طب التسليح البوزيتيف، لا خد بالك، ممكن نتيجه لمشاكل معينه تلاقي ان الكاميرا تحولت من كونتينوس الى حاجه شبه السيمبل، فما ينفعش اسيب التسليح السفلي ما يوصلش للاخر، او جزء منه على الاقل زي ما هنعرف بعدين. فبالنسبه لي صحيح ده الزيرو مومنت بتاع العزم البوزيتيف، لكن ما ينفعش اوقف الحديد هنا، لا ده انا لازم اكمل الحديد السفلي كده كده لغايه الركيزه، وبعد الركيزه بعد الركيزه كمان امشي مسافه 0.3 دي زائد ال اي من هنا، ومن هنا اطلع 0.3 زائد ال اي اللي هي غالبا في حدود الدي. ماشي. طيب كل اللي فات ده كنا بنتكلم مينلي عن البوند وعن الديفلوبمنت لينس والانكور لينس اللي هو ال دي وال ال. زي ما اتفقنا ال دي اللي هو اللي انا محتاج طول معين ادفنه جوه الخرسانه عشان الحديد يقدر يشيل الشد اللي انا حاطه عليه. ال ايه حاجه زي الفاكتور اوف سيفتي عشان اشيل جزء الشير اللي عندي الزيرو مومنت من الخرسانه. ماشي. طيب في حاجه اسمها تفاصيل ازاي ارسم حديد التسليح. يعني ان شاء الله انا هعمل لكم حاجه زي الميد تيرم التاني كده، هيبقى فيه ان انت تمسك الكاميرا تصممها فليكشر، وبعد كده تصممها شير، وبعد كده في الاخر هترسم رسمة كاملة، لوحة كاملة فيها تفاصيل حديد وتوقيف حديد التسليح. ماشي. طيب اول حاجة، العزم الموجب بيحتاج حديد سفلي، العزم السالب بيحتاج حديد علوي. هل في اي مشكلة في كده؟ تمام التمام. بالنسبة للحديد المشرشر اللي هو الاف 360 او 400 420 او 500، لما بنيجي نوقف السيخ انا عايز ابين في اللوحة ان السيخ ده وقف، اروح عامل ايه؟ عامل حاجة زي الجنش كده، بس في الحقيقة احنا بنقطع السيخ ده، لكن لازم ابين ان هو انتهى. فالحديد السفلي اروح عامل النهاية لفوق كده، الحديد العلوي اروح عامل النهاية لتحت كده. ماشي. بالنسبة للحديد بقى المايلد ستيل، وده قلما حد بيستعمله دلوقتي غير في الكانات، كنا بنعمل جنش حقيقي لفوق لو هو حديد سفلي، وجنش لتحت لو حديد علوي. تعال نبص كده مثلا على الكاميرا ديت،
الحديد ده سفلي يبقى الجنش يطلع لفوق، يبقى عامل كده. الحديد ده سفلي يبقى عامل كده. ماشي. مش بس كده، احنا زي ما اتفقنا الحديد السفلي بيمتد لاخر الكاميرا لغايه الركيزه، دايما موجود. يعني ممكن اصلا وانا برسم اللوحه بتاعتي مجرد ما رسمت الكاميرا اروح راسم خط من الاول للاخر بتاع الحديد السفلي، دايما موجود. طب بعد السنتر لاين بتاع العمود او الركيزه بتاعتي امشي ايه؟ 0.3 زائد ال ايه. من هنا امشي 0.3 زائد ال ايه. نفس الكلام 0.3 زائد ال اللي هو تقريبا الدبس بتاع الكاميرا، وهنا 0.3 زائد ال ايه. هنا هنتكلم عن الكانتليفر بعدين. بالنسبة للحديد السفلي عند الركايز، احنا بالنسبة لنا في ركايز اللي هو دي الكاميرا اهي والعمود هو الركيزة بتاعتي، في ركايز خارجية وفي ركايز داخلية. فلو ركيزة داخلية خارجية سوري، بنروح لغاية آخر الركيزة ونمشي مسافة 0.3 زائد اللي ممكن نطلع لفوق شوية أو نروح لآخر الركيزة حسب طول الركيزة دي، لأن المسافة دي تقريبا almost من السنتر لاين الدبس بتاع الكاميرا. الركيزة الداخلية من السنتر لاين أجي يمين، السيخ ده يجي كده 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 وعين يلف على مسافة دبس، وده يمشي يمين 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 لغاية ما يدي مسافة دبس. لو هو حديد هاي تنسايل، تمام، هاي تنسايل يبقى السيخ ده جاي كده ويروح ايه الفرق في ان مفيش جنش بس بيبقى طالع لفوق كده عشان يبين نهاية السيخ. تخيل لو ده وده مش موجودين، هيبان ان هو كأنه سيخ واحد، لكن في الحقيقة ده جاي كده وواقف هنا وده جاي كده وواقف هنا، وباين ان التسليح ده سفلي وباين عشان الجنش طالع لفوق. تمام. قد يكون الحديد السفلي او العلوي حتى صف او صفين او ثلاثة. احنا قلنا البي ناقص 50 على 50 لو تفتكر يدينا عدد الايه، عدد الاسياخ في الصف. لو انا عندي مثلا 8 اسياخ يبقى لو هم 4 اسياخ في الصف 8 على 4 يبقى عندي صفين، فارسم الصف الاولاني هنا والصف التاني هنا واقول السهم كده زي ما انت شايف، دول معناه 8 اسياخ بقطر فاي 16 18 وات ايفر. تمام. طيب الديفلوبمنت لينس والانكورنج لينس بنحسبه اول ما بخش على المسألة عن طريق ان انا ببقى عارف قطر السيخ. مثلا لو هو هاي تنسايل مثلا فاي 16 يبقى 60 مرة ال دي 60 مرة في قطر السيخ اللي هو 16. لو هو في الكومبريشن وده غالبا مش الحالة اللي هتجيلنا 40 مرة قطر السيخ. ماشي. لو عندي الديفلوبمنت سوري الانكورنج لانس هو غالبا هيبقى 0.7 الدي الدبس بتاع الكاميرا. لو هو كاميرات في البلاطات ديت اللي ديت وديت ايهما بيطلع اكبر، في الكاميرات عادة 0.7 الدي، وده غالبا اللي هيحصل معانا في المسائل بتاعتنا. او السبان بتاع الكاميرا على 20 او 10 مرات قطر السيخ. طب ده عرفناه. الحديد السفلي زي ما اتفقنا هيبقى بكامل طول الكاميرا، يعني انا بشد خط او اتنين على حسب صفين ولا صف من اول لاخر. لكن حديد السالب بيتحط في المكان اللي انا محتاج فيه حديد علوي فقط، يعني من الزيرو مومنت للزيرو مومنت بحط التسليح ده واضيف عليه 0.3 دي عشان ده العزم الاساسي يمين وشمال، زائد ال اللي هو غالبا ال 0.7 دي، يبقى من الاخر بزود الدبس يمين والدبس شمال. او لو في البلاطات السبان على 20 او 10 مرات قطر السيخ او 0.7 دي. طيب انا دلوقتي بقى عندي حته فاضيه زي ما اتفقنا احنا حاطينها عند الحديد السفلي. الحديد الفاضي ينفع هنا؟ قال لك لا، لازم تحط حديد اسمه حديد التعليق اللي بنعلق عليه الكنات بالذات في الايه في الكاميرات. طب الحديد ده نحطه كام؟ من 0.1 الى 0.2 الاريا ستيل بوزيتيف، يعني 10% من الحديد السفلي ده احطه فوق لان ده اللي هيتعلق عليه. انا عن نفسي بفضل استخدم 0.1 الاريا ستيل عشان اوفر في الحديد بما لا يقل عن سيخين فاي 10. وهتلاقي دايما عند الركيزة، لان احنا بنيجي عند الركيزة ديت زي ما هنعرف بعدين في عزم نيجاتيف صغير، فبالنسبة لي بعوج السيخ وادخله جوه. دلوقتي هنتكلم عن توقيف الحديد تسليح. يعني ايه توقيف؟ او الستيل رينفورسمنت كورتيلمنت، يعني ان انا السيخ عايز اوفر في الحديد التسليح، بالذات دلوقتي مثلا حديد التسليح وصل 44,000 جنيه للطن. انا عايز اقول لكم ان مواقع كتير وقفت دلوقتي، يمكن احنا بنتكلم في 7 ماي 2023. الحديد تقريبا دلوقتي زي ما بقول لك 44,000 جنيه. مواقع كتير واقفة بسبب ان هم مش قادرين يجيبوا الحديد تمام بالسعر العالمي ده. المهم
فبنعمل ايه؟ بدل ما نحط الحديد زي ما قلنا مثلا في التسليح السفلي من اول العمود لاول العمود او من اول الكاميرا لاخرها، تمام، ببدا اقول ايه؟ انا عندي في العزم البوزيتيف اكبر عزم مثلا لو سمبلي سبورتد في نص الكاميرا، هو ده اللي محتاج 8/16 اللي كنا بنقول عليها في المثال السابق. لكن في الحقيقة لما بنقرب من الركيزة العزم بيصغر لغاية ما بيوصل لصفر، فمنطقي ان انا اقطع الحديد بتاعي اللي انا مش محتاجه، مثلا نص الحديد، ربع الحديد اقطعه في مكان ما، هنقول هنحدده ازاي، بحيث ان اوفر في الحديد اللي هيتبقى ده ابدا استخدمه في مكان تاني، او ان انا ابدا اكسح الحديد اللي هو السفلي ده واطلعه يشيل الحديد العلوي، اسف، يشتغل كحديد علوي ويشيل العزم النيجاتيف، وفي نفس الوقت يقدر يشيل الشير عن طريق البنت اب بارز. تمام. آه طيب. فانا لما باجي اقطع الحديد لازم اضمن كويس جدا ان هو بعد النقطه اللي انا محتاج اقطع فيها الحديد لازم امشي مسافه 0.3 زائد ال ايه. تمام. وفي الحاله دي احنا عاده بنقطع الحديد بالطريقه دي لما بيكون عندنا بنستخدم نشيل الشير بالكانات فقط. ساعات لما بنستعمل بنت اب بارز بنستخدم حديد اللي ايه طريقه التكسيح، ان انا اخد الحديد السفلي اللي استخدمه اطلعه واشتغل بيه في الحديد العلوي، وايه واوفر الكانات بتاعتي عشان ان انا حاطط البنت اب بارز تشيل معايا القص. طيب هنتكلم دلوقتي احنا ازاي نحدد المكان بالظبط اللي انا مش محتاج فيه حديد التسليح. فرضا عندي حاجه سمبلي سبورتد، البندنج مومنت ديجرام بتاعه اكبر عزم بوزيتيف دبليو سكوير على 8 بيساوي 190. لما باجي احسب الاريا ستيل فرضا طلع لي 1600 ملم. حلو. 1600 ملم لما باجي اختار مثلا لو قسمته على 201 اللي هو الاريا بتاعت السيخ فاي 16، هلاقي ان انا محتاج 7 اسياخ ونص مثلا فاي 16. ما ينفعش، هروح استخدم 8. ففعليا التمانية بيشيلوا أكتر من السبعة ونص. لو السبعة ونص بيشيلوا 190 يبقى التمانية هيشيلوا 8 على سبعة ونص في 190 يطلع لي تقريبا 200. طب لو أنا عايز أقطع النص لسياخ، فرضا عايز أقطع 4 أسياخ فاي 16 فيتبقى لي 4 فاي 16. 4 فاي 16 على 4 على 8 يطلع نص، أضربه في 200 يطلع 100. فبالنسبة لي لما العزم يساوي 100 ساعتها أنا ممكن أستخدم 4 أسياخ فقط. فبالنسبة لي أنا عند النقطة ديت أقدر النقطة اللي هي عندها العزم بيساوي العزم اللي بيشيله 4 سياخ فاي 16 أقدر أقطع 4 سياخ. يعني أنا كان عندي 8 سياخ، وصلت لغاية العزم 100، خلاص أنا مش محتاج 4 سياخ، فأقدر أقطع في النقطة دي الأربع سياخ. قال لك بس خد بالك ما ينفعش تقطع في المكان ده، أنت مش محتاج في المكان ده تقطع بعد 0.3 دي زائد اللي هي غالبا في كاميرات الدبس بتاع الكاميرا دي. تمام. فاجي في المكان هنا اروح قاطع السياخ بتاعتي، فمن اول هنا لغايه هنا انا عندي 8 سياخ. بعد كده هقطع بعد بوينت 3 زد ال 4 سياخ ويتبقى لي 4 يبداوا يوصلوا لغايه اخر الكاميرا. امال اللي رسمه مهشر ده بنسميه resisting moment diagram. resisting moment diagram ده معناه العزم الفعلي اللي يقدر يشيله السياخ. يعني انا كنت عايز اشيل 190 بس حطيت 8 بدل 7 ونص، فبيشيل فعليا 200. هقطع نص الاسياخ فده 4 على 8 مضروب في 200 اللي هو 100، فببدأ اعمل اشد خط لغايه ما اتقاطع مع العزم الاساسي. بعد كده انزل بالنقطه ديت وابدا ارسم كده المومنت ريزيستنج دايجرام. طيب من تاني، لو انا عندي حاله ممكن يحصل لي حاله من ثلاثه. ممكن يبقى المومنت ريزيستنج دايجرام داخل جوه المومنت بالطريقه دي، ممكن يبقى بره بعيد عن المومنت دايجرام، ممكن يبقى ملمس بالظبط. مين فيهم سيف مين فيهم ان سيف وهكذا. تعال نشوف معنى كل واحده. تعال نبص على اول واحده. بص اول واحده ده العزم اللي موجود على الكاميرا، العزم اللي هو البندنج مومنت دايجرام اللي موجود على الكاميرا. العزم المتهشر ده المومنت الريزيستنج، يعني المومنت اللي انا اقدر اشيله هنا في المكان ده، في المكان الصغير ده. او خلينا نبدا من هنا. هنا العزم اللي موجود انا اقدر اشيل اكتر منه. هنا في المكان ده العزم اللي موجود اقدر اشيل اكتر منه. طب في المكان ده
العزم اللي موجود اكتر من اللي اقدر اشيله، وبالتالي قطاع unsafe. انا مش عايز ده يحصل معايا. طب انا دلوقتي، طب عندي هنا العزم موجود، والمومنت اللي متهشر او الريزيستنج مومنت بعيد عنه. يعني ايه بعيد عنه؟ يعني العزم اللي انا اقدر اشيله اكتر من اي عزم موجود. خلاص ده سيف، بس conservative safe. تمام. يعني conservative او more safe. معناه ايه؟ ان هو امن زياده عن اللزوم. يعني ايه امن زياده عن اللزوم؟ يعني من الاخر انت حطيت حديد ما كانش انت محتاجه. طب تعال نبص هنا. لو رسمنا العزم ورسمنا المومنت ريزيستنج ديجرام، لقيته يا دوبك لمسه. حلو. وايه، وبعد كده ممكن يكون عندك كمان قطع تاني او تالت او تالت. في المكان ده انا الحديد شايل العزم. هنا المكان ده الحديد شايل العزم وبزياده. هنا المكان بالظبط الحديد العزم اللي موجود انا شايله بالظبط بالحديد. وده يعتبر ايكونوميكال ديزاين. عشان كده الفكره في الريبار رينفورسمنت كيرتيلمنت ان انت توفر في الحديد. لو خدت بالك انا وفرت كل المسافه ديت اللي هي كانت مهدرة قبل كده لو كنت حطيت كل الحديد واصل للركيزة. طيب ازاي ارسم المومنت ريزيستنج ديجرام؟ احنا شرحناه قبل كده من الاخر. خلينا ندي اكزامبل تاني. فرضا ان انت عندك عايز تشيل عزم معين، ايا كان سيمبلي سبورتد او وات ايفر، زي حاجه زي كده. انت عندك عزم مثلا 190 كيلو نيوتن متر اللي احنا قلنا عليه من شويه. لما حسبت الديزاين جبت الدي مينيمم وجبت الار والاي اوفر دي نيو، النيو ار والاي اوفر دي الجديده، وجبت الاريا ستيل بوزيتيف، طلع لي 1100. فانا عايز احط سياخ فاي 16، قسمت على 201 طلع لي ان هو 5 وحاجه مثلا. حلو. فحطيت 6 فاي 16، الاريا بتاعتها 1206. يبقى في الحقيقه انا كنت عايز احط حديد يشيل 100 كيلو نيوتن متر. انا ما خدتش بالي من المثال. انا عايز اشيل 100، بس حقيقه حطيت حديد 1206. فانا عايز اعرف انا اقدر اشيل كام في الحقيقه. يبقى اقسم ال 1206 على 1100 مضروب في المية، يطلع لي قيمه العزم اللي اقدر اشيله في الحقيقه اللي هو 110. انا كنت عايز اشيل 100 بس حطيت لي يشيل 110. طب هل ده منطقي ان انا احط الحديد ال 6 فاي 16 اللي بيشيل 110 من الاول للاخر؟ قال لك لا. من المنطقي ان انت يا اما تكسح الحديد وتستخدمه في الشير، او تستخدمه في ان هو يشيل العزم النيجاتيف لو حاجه كاميرا كونتينوس، او ان انت تقطع الحديد. طب اقطعه فين او احطه حسب ايه؟ انت من الاخر لو انت مثلا هتشيل نص السياخ، 3 سياخ فاي 16. تمام. فانت بالنسبه لك هتشيل، لو هي 110 هتشيل النص اللي هو 55. تمام. فانت بالنسبه لك الخط ده انا عارف ان ده اللي هشيله لما الحديد هينقص. لو فرضا انا قطعت الحديد في النقطه دي او كسحت الحديد في النقطه دي، يبقى النقطه دي هي النقطه اللي اقدر يمينها في 6 في 16 اشيل 110، وشمالها اشيل النص اللي هو 55. اللي انا رسمه مهشر ده هو المومنت ريزيستنج ديجرام. بكتب على الخط ده 3 في 16، الخط ده 6 في 16، وهكذا. يا ريت لو تكتب لي الام ريزيستنج كمان يبقى جميل جدا. طيب لو عندك ستيرابس اونلي، يعني ما بتستخدمش بنت اب بارس، عادة بنوقف الحديد على مرة او مرتين. ممكن نشيل نص الحديد وممكن نشيل التلت وبعد كده نتلت. بس لازم يا باشا على الاقل الحديد اللي يوصل للركيزة ما يقلش عن تلت الاسياخ باي حال من الاحوال. ده الكود المصري بيقول لك كده. ما ينفعش الحديد الواصل، اهو انا حددتها كاتبها هنا، الحديد الواصل للركيزة يكون اقل، الحديد السفلي اللي واصل للركيزة يكون اقل من تلت الحديد. وبالتالي انا ممكن اقطع التلتين. تمام. ممكن اقطع النص، انا حر. انا حسب انت عايز توفر قد ايه. مثلا في حالة انت عندك 8 اسياخ فاي 16، عايز السيخ تقطع على مرتين، كل مرة سيخين. فلو قطعت سيخين هيتبقى لي 6 فاي 16، قطعت سيخين هيتبقى لي 4 فاي 16. هو انا حددت المكان ده ازاي؟ من الاخر مثلا فرضا ان 8 فاي 16 بتشيل 250. طب انا عايز اشوف الستة بيشيل كام. 6 على 8 في 250 واشد خط. هو انت الكلام ده انت عامله ازاي؟ ما انا راسم انتو سكيل. انا راسم ال 250 ديت مثلا 2 سم ونص.
مثلا فرضا دي هتطلع 200، يبقى شيل احسب 2 سم. ده مثلا 4 على 8 في 250 يعني 125، بشد خط. بعد كده التقاطع مع البندنج مومنت في النقطة ديت، التقاطع مع البندنج مومنت في النقطة ديت. النقطة دي بتعني ان انا على شمالي لازم يكون 8 تسياخ، على يميني ممكن يكون 6 سياخ. طب ينفع اقطع السيخ هنا بالظبط؟ لا، لازم امشي بقول 3 دي زائد ال ايه اللي غالبا في الكاميرات الدبس بتاع الكاميرا واوقف السيخ. النقطة ديت نفس الكلام، امشي الدبس بتاع الكاميرا واوقف السيخين. طب انا كان عندي السياخ ال 8 في 16 ديت على صفين، اول صف كانوا 4 سياخ، تاني صف كانوا 4 سياخ. فلما اقطع سيخين هيتبقى لي من الاربع سياخ اللي فوق، مثلا في الصف الاولاني يفضل ان انت تقطع الصف الاولاني اللي فوق، فهيتبقى لي سيخين مكملين. طب قطعت السيخين التانيين، خلاص الصف الاولاني خلص، يبقى هنا هيتبقى لي 4 سياخ فقط، هنا عندي 6، هنا عندي 8. تمام. طب لو هقطع السياخ على مرة واحدة، يعني هقطع النص، هاجي 4 سياخ هنا كمثلا بيشيل 250، اضرب 4 على 8 اللي هو النص في 250 يديني 125. ارسم مثلا سنتي ونص لو ترسم سكيل 1 ل1، واروح شادد خط تقاطع في النقطة دي. يبقى النقطة دي اللي عندها شمالها انا محتاج 8، يمينها محتاج 4 فقط. امشي مسافة دبس او البوينت 3 زائد ال ايه، واقطع السياخ بتاعتي. اتمنى تكونوا فهمتوا الحتة ديت. طيب بالنسبة للحديد العلوي، الحديد العلوي نفس الفكرة بالظبط، بس الحديد العلوي ما عندوش الشرط بتاع ان الحديد لازم يوصل تلته لركيزة. ده بعد الزيرو مومنت اقدر امشي 0.3 ده ال ايه واوقف كل الحديد. من الماكس مومنت امشي مسافة 0.3 زد ال دي واوقف كل الحديد. ايهما ابعد؟ لان انت هيبقى عندك خط هنا زيرو مومنت، ممكن يبقى ال 0.3 دي زد ال ايه ابعد من ال 0.3 دي زد ال دي. فايهما ابعد، ده او ده، اوقف السياخ بتاعتي. طب انا عايز اوفر في الحديد، انا مثلا حاطط لي هنا مثلا حاطط لي 8 في 16 برضه، عايز اقطع النص، اروح عامل ايه؟ اروح شايف ال 8 في 16 بتشيل قد ايه وارسمه انتو سكيل، وبعد كده مثلا نص الحديد ده هنصص المسافه ديت تقاطعت هنا، يبقى المكان ده هو المومنت ريزيستنج اللي احنا بنهشره ده. هنا 8 وهنا 4، تمام. اروح جاي من النقطة ديت واروح ماشي الحديد اللي انا مثلا السياخ دي هي اللي هتتعمل 0.3 زائد ال ايه واوقف الحديد التسليح. تمام. طيب الكنات، بالنسبة للكنات دايما بكثف الكنات في المكان اللي فيه السيخ. خليني اعمل البوينتر. السيخ واقف، يعني هنا السيخ ده واقف لازم احط لي سيخ زيادة. مثلا السبيسنج مثلا كل 200 مللي، لا هنا في المكان ده يبقى 100. هنا لو كل 200 ملم يبقى المكان ده كل 100. لازم اكثف حديد تسليح في المكان بتاع توقيف الحديد. ليه؟ لان دي نقطة ضعف في الشير والمومنت. ماشي. دايما ابدا اول كانة امشي مسافة 5 سنتي، تمام، لو 50 مللي، وابدا اول كانة من وش العمود 5 سنتي وابدا اول كانة، وبعد كده ابدا اوزع كانات. ماشي. عادة الشير الأعلى بيبقى عند الركيزة، عشان كده هتلاقي إن عند الركيزة دايما تكثيف. بقول المسافة اللي أنا بكثف فيها على حسب الديزاين أوف شير، مثلا أول 2 متر محتاج 2 برانشز فاي 8 كل 100 مللي، وفي الناحية التانية أول 2 متر أو متر ونص أو whatever على حسب الشير فورس ديجرام محتاج كل كذا. أما في الحتة اللي في النص دي اللي هي كانت غالبا الكيو التيميت أقل من الكيو سي يو، أنا محتاج المينيمم ستيرابس اللي طلعت في المسألة ديت 2 برانشز فاي 8 كل 200 ملم، وعادة بتطلع كده طالما الكاميرا ارتفاعها أكتر من 450 ملم. لأن لو أقل من 450 ملم هيبقى السبيسنج هنا ما تقلش عن الدبس على الاتنين. طيب في حاجه اسمها شرينكج رينفورسمنت، كنت شرحتها لكم قبل كده. لو ارتفاع الكاميرا بتاعتي او المسافه من البلاطه لغايه الكاميرا لغايه اسفل الكاميرا اكتر من 600 ملم، لازم احط حديد طولي اسمه شرينكج رينفورسمنت اللي هو في الجناب بتاعت الكاميرا، عشان تمنع الشروخ اللي في الاتجاه ده، اللي نتيجه للانكماش العينه في الاتجاه ده. المهم، وما تزيدش المسافه من السياخ عن 300 ملم. آه وعادة بحطها 2 في 10 أو 2 في 12 أقصى حاجة.
وبعد كده بنرسم القطاعات بتاعتنا وبيبين فيها القطاعات زي ما انت شايف في الحالة دي. تعال نبص على اكزامبلز. معظم الاكزامبلز اللي انا حاططها هنا كانت موجودة في كتاب الدكتور محي الدين شكري، وكان معظم الحديد اللي فيه مايلد ستيل، عشان كده هتلاقي الجنشات دي، وهي بتوضح اكتر، المايلد ستيل بيوضح اكتر الفكرة. تعال نبص هنا مثلا العزم هنا، هعرفك ازاي ترسم مش محتاج اعرفك طبعا ازاي ترسم البيندنج مومنت ديجرام، انت اخدته اوريدي في الاستراكشر، بس في هنا مراجعه سريعه ازاي ترسمه. انا رسمت البيندنج مومنت ديجرام انتو سكيل. يعني مثلا ممكن ارسم ال 360 كيلو نيوتن متر، ممكن ارسمها 3.5 سم، او ممكن ارسمها مثلا مضروبه في 2 يبقى 720 اللي هو 7.2 سم، او وات ايفر. رسمت الرسمه بتاعت البيندنج مومنت انتو سكيل. انا عشان اشيل ال 360 ديت لقيت ان التسليح محتاج مثلا مثلا 6020 ملم. فجيت اختار التسليح، لقيت ان اوفر حاجه هحطها 4 تسياخ فاي 25 و4 تسياخ فاي 22. ده اكتر من اللي انا محتاجه. فهضرب النسبه بتاعت الاريا ستيل على الاريا ستيل اللي ريكوايرد اللي طلعت لي من الحسابات، مضروبه في 360 طلع لي 375، واروح شايل خط ارسمه انتو سكيل مثلا 3 سم 75. رسمت خط. انا ناوي اقطع من السياخ الاربعة فاي 25 و4 22، هقطع الاربعة 22، فيتبقى لي في اليمين هنا 4 فاي 25. طب ده مساحته قد ايه؟ 4 في 491. هقسمه على الاريا الاولانيه واضرب في 375، يطلع لي نسبه، ارسمها انتو سكيل واشد خط. شد خط هيتقاطع مع المومنت في نقطه. النقطه دي معناها ايه؟ معناها ان هنا محتاج 4 تسياخ فاي 25 زائد 4 فاي 22. اما هنا ممكن اشتغل ب 4 25 فقط. طب في سؤال، هل الحديد اللي رايح للركيزة من هنا ومن هنا أقل من التلت؟ لأ، ده أكتر من نص. خلاص، يبقى مفيش مشكلة بالنسبة للكود. بعد كده أطلع بالنقطة ديت لفوق، من النقطة ديت أطلع لفوق كده، وأروح ماشي مسافة دبس بتاع الكاميرا اللي هو 0.3 زد ال اي. تمام، واجي كده وامشي بتاع واقطع الاربع تسياخ فاي 22. طب انا كان عندي صفين، الاربع تسياخ فاي 25 في الصف اللي تحت، والاربعه 22 كانوا في الصف اللي فوق. لو اخدت بالك هنا في خطين، ده خط وده خط. فبالنسبه لي الخط اللي فوق خلص تماما، يبقى اتبقى لي الخط اللي تحت بس. طب بالنسبه للشير، على حسب الشير طبعا هتلاقي هنا في المكان ده عند الركيزه دي وعند الركيزه ديت. لو خدت بالك هنا الكسره اللي انت شايفها دي معناها ان في حمل مركز هنا، عشان كده الشير عالي على اليمين شويه، فهتلاقي تو برانشز فاي 10 كل 125. هنا في اليمين يعني الشير مش عالي قوي، فتو برانشز فاي 8 كل 150. اما في النص فالمينيمم تو برانشز فاي 8 كل 200 ملم. هنا ده قطاع تي سيكشن. حطيت هنا الحديد العلوي ده لو اخدت بالك اللي هو اسمه اريا ستيل داش، خط من الاول للاخر ملوش لازمه، ده بيساوي بوينت لان ما عندكش عزم نيجاتيف. بوينت 1 من الاريا ستيل ده اخترته 4 في 16. باجي من هنا واروح لافف ونازل، وباجي من هنا اروح لافف ونازل، ومن الزيرو ممكن امشي مسافه دبس، خلصت التسليح بتاعي بتاع الكاميرا دي. ده لو هي سمبلي سبورتد. كل مسائل السمبلي سبورتد شبه اللي انت شايفه ده. طب لو عندي مسألة أرخم شوية، إن عندك كانتليفر مع الكاميرا، يعني كاميرا سبان مع كانتليفر واحد بس في ناحية واحدة، معنى كده إن أنا عندي عزم نيجاتيف. صباح الفل. فأنا بالنسبة لي عزم نيجاتيف يبقى تسليح علوي، عزم بوزيتيف تسليح سفلي. أكبر عزم بوزيتيف رسمت شكل البيندنج مومنت ديجرام انتو سكيل، ما ينفعش ما نشتغلش انتو سكيل. طلع لي إن أكبر عزم 330 تقريبا. جيت احسب الحديد بتاعي لقيت ان انا محتاج 6 فاي 25. ده اكتر من الحديد اللي انا محتاجه. ف6 في 491 على الحديد اللي انا محتاجه مضروب في 330 طلع لي 397.4. حلو جدا. ناوي تقطعه على كم مرة؟ انا ناوي اقطع على الشمال سيخين فقط. ف6 فاي 25 اللي مشاور عليهم دولت هيبقوا 4 فاي 25. انا مشاور على التسليح، يبقى قطعت سيخين بس، او التلتين، قطعت التلت فتبقى التلتين. تمام، واصل لركيزة اكتر من التلت، تمام. طب تلتين اللي هو 4 على 6 مضروبة في 397 و4 طلع لي 265.
اروح راسمها انتو سكيل وشهادة خط، قاطع في النقطة ديت. النقطة دي معناها ايه؟ دي النقطة اللي انا مش محتاج فيها سيخين. اروح طالع وماشي مسافة 0.3 دي زائد ال زائد ال ايه اللي هو 0.3 زائد 0.7 دي اللي هو يساوي الدبس، واروح عامل الجنش بتاعي لو هو مايلد ستيل او التجنيشة اللي هي بتاعت الهاي تنسايل، واوقف الحديد بتاعي. جميل جدا. الناحية التانية، لا انا ناوي اكسح، انا ناوي اقطع على مرتين. مرة هقطع سيخين فيتبقى لي 4 25، ومرة هقطع 2 كمان فيتبقى لي 2 22. طب اللي واصل 2/6 اللي هو التلت عادي زي ما الكود ما قال، مفيش مشكلة. طيب هعملها ازاي؟ انا عندي هنا 4 25 زي ما اتفقنا موجودة عند السيخ ده. طب 2 اللي هي التلت بتاع 397، اروح راسم انتو سكيل وشهادة خط النقطة دي والنقطة دي، اطلع بيهم لفوق، امشي مسافة 0.3 زائد ال ايه اللي هو الدبس واروح مجنش، امشي مسافة من الزيرو مومنت سوري المكان اللي مش محتاج فيه السيخ واروح مجنش. طب بقية السياخ هتمشي بعد الركيزة، ومن النقطة ديت اللي هي السنتر لاين بتاع العمود امشي 0.3 دي زائد ال. تمام. طيب بالنسبة للحديد العلوي، الحديد العلوي في ال لا اله الا الله، في الكانتليفر بنسمي التسليح بتاعه تسليح سبيشال شوية، بنسميه شوكة. الشوكة ديت بتبقى جاية كده وتيجي كده، ده لو مايلد ستيل. وتيجي انا لو خلينا ارسم العمود، معلش الرسم هنا صعب شوية. لو ده الكانتليفر حلو، باجي، لا انا محتاج همسحه لكم وارسمه لكم بخط ازرق. باجي كده واروح لافف ونازل تحت وموقف السيخ بتاعي، وهنا بقى هيقف حسب الزيرو مومنت طبعا، وعلى حسب الماكسيموم مومنت 0.3 زائد ال دي، وهنا 0.3 زائد ال. الشكل ده بنسميه في الحديد التسليح شكل شوكة. ماشي. ده جرى العرف ان في الكانتليفرز دايما بتشوفها. مهم، خليني امسح التسليح ده عشان ما يرخمناش، ان اصلا الرسمة كلها بيزي. المهم، آم، طيب فانا بالنسبة لي التسليح ده مثلا انا العزم بتاعي 292، لما جيت احسب الاريا ستيل لقيته طلع اولموست 4 في 25 4 22، مزودتش كتير. فلو اخدت بالك لما قسمت الاريا ستيل على الاريا ستيل اللي انا محتاجه مضروبها 292، طلع لي رقم عبيط قريب جدا منه 297 تقريبا. تقريبا الاريا ستيل طلعت بالظبط زي ما انا اخترتها. حلو. جميل. طب ناوي تقطع يا عم كام سيخ؟ ناوي اقطع 4 في 25 ويتبقى لي 2 22. ياه، هتقطع كل ده؟ ده كده انت قطعت اكتر من تلتين. ممكن اقطع اكتر من تلتين، انا حر. يتبقى لي اقل من التلت لان ده الحديد النيجاتيف. تمام. ما عنديش اي مشكلة في كده. طيب، طب ال 22 بيشيل كام؟ 2 في 380 مقسوم على الاريا ستيل مضروب في 297، طلع لي 90. هروح راسم انتو سكيل 0.9 مثلا سنتي، واروح راسم خط هتقطع في النقطة دي والنقطة ديت، اطلع بيهم لفوق وامشي 0.3 زائد ال ايه واروح قاطع، او الدبس يعني، واروح قاطع السيخ ده وعامل الجنش بتاعي حديد علوي يبقى الجنش لتحت، وده اطلع لفوق امشي 0.3 زائد ال ايه واروح قاطع السيخ بتاعي. ومن هنا الزيرو مومنت امشي مسافة الاكبر من 0.3 زائد ال ايه او من ماكسيمم مومنت 0.3 زائد ال دي اللي هو ال دي تقريبا 60 مره قطر السيخ زي ما اتفقنا. وهنا السياخ ديت 4 في 25 و22، يعني 60 في 25، تشوف الرقم كام. المهم، واروح الابعد منهم واروح موقف الحديد. امال ايه الحديد اللي موجود ده؟ ده الحديد اللي هو الاريا ستيل داش اللي هو 0.1 في 6 في 491، طلع 4 في 10. طب الحديد ده بيقف فين؟ ينزل لتحت لغاية الركيزة، بينزل تحت ويقف. طب بالنسبة لهنا بمشي مسافة تقريبا من آخر حديد لبداية الحديد بتاعي اللي هو ده السيخ بتاعي اللي هو جاي كده 0.2 ملم، 0.2 متر سوري، اللي هو 200 ملم، 200 ملم. في ناس بتاخدها 0.25، بس عادة معظم الناس بتاخدها 0.2 متر عشان يوفروا في الحديد. طب لو اخدت بالك انا الحديد صحيح الفايل 25 وقف، لكن في حديد تاني كمل وعمل شكل الشوكة
اللي هو 222 اللي هو عامل كده. ده دايما في الكانتليفر دايما بعمل الشوكة ديت، دايما استخدم الشوكة لأسباب كتير ممكن تعرفها في خرسانة واحد. من ضمن الأسباب ديت، أول حاجة إن أنت مش يعني الشوكة، وجود الحديد ده مع الحديد ده بيضمن لك إن إن السيخ ده، مش الحديد العلوي ده مش هيقع. لأن لو الحديد ده وقع لتحت أثناء التنفيذ كارثة، لأن ده حديد علوي هو ده اللي بيشيل عزم النيجاتيف. مهما حطيت عزم بوزيتيف تسليح سفلي مش هيعمل حاجة بالنسبة للعزم النيجاتيف، والبلكونة دي او وات ايفر اللي انت عاملها دي هتقع. من ضمن الاسباب برضو ان وجود الحديد في منطقة الكومبريشن بيقلل الكريب، وبيمنع الكريب بتاع الكريب اللي لو حد فاكر اللي هو التشكل مع الوقت. يعني لو انت حاطط حمل دائم على على الكاميرا ديت هتبدأ تتشكل مع الوقت، بيحصل فيها تشكل زيادة مع الوقت اللي هو الكريب. فلو وجود حديد في كومبريشن في منطقة الكومبريشن ده بيسهل الموضوع، وأسباب تانية كتير مش هنتكلم فيها دلوقتي. آه ده مثال تاني للموضوع، هو نفس المسألة تقريبا بس بسياخ تانية وهكذا، وهنا مقطوع على كذا مرة. طيب لو عندك كانتليفر يمين وكانتليفر شمال، نفس الفكرة بالظبط. عندنا ده هاي تنسايل لو أخدت بالك. خلينا نخلي لون أزرق شوية. هتلاقي هنا التسليح قلت ازرق. هتلاقي التسليح جاي كده 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 كده، ده الشوكة الأولانية. تمام، مش عارف هي دي اللي بتقف ولا لأ. وهنا في آه جاي كده، ده اكشلي والله هو مكملها يمين وشمال، كمان دي مداخلة في بعضها سبان صغير. طب مين اللي يقول لي السيخ ده مكمل من الأول للآخر ولا لأ؟ اللي يقول لي هو السيخ ده طوله كام، لان اطول سيخ موجود في السوق لو مش عامل اوردر سبيشال بيبقى طوله 12 متر. كلما طول السيخ ده كلما بقى اصعب في التنفيذ ان انت تركبه. المهم الحديد السفلي واصل اكتر من طولته للركايز، في جزء حصل له كرتيلمنت او اتقطع نص الاسياخ، وبالتالي باجي انصص المسافه ديت. عرفت النقطه بعد 0.3 دي، وبعد كده بعدت 0.7 الدي، وخلصت الرسم. طيب نيجي للجزء الرخم شويه، وهو لو عندك بنت اب بورس، لو انت بتستخدم بنت اب بورس. اولا البنت اب بارز ما بتبقاش لوحدها، ده بيبقى معاها ايه؟ بيبقى معاها الستيرابس. فالبنت اب بارز بتساعد الستيرابس في ان هي تشيل تشيل الشير. طيب بنحدد اماكن التكسيح بتاع البنت اب بار بايه؟ بالمومنت ولا بالقص؟ لانه هيبقى شغال مع الاتنين معانا دلوقتي. لا غالبا اللي معظم الاوقات بنحدده طبقا للقص. تمام. فبنعمل ايه زي ما كنا بنعمل في القص؟ بمشي مسافة من وش العمود، المسافة السبيسنج على الاتنين، وبعد كده السبيسنج، وبعد كده سبيسنج تاني وتالت ورابع على حسب عدد التكسيحات. تمام. طيب انا شغلي كله على السنتر لاين، خد بالك سنتر لاين الكاميرا. بالنسبة للشير، فانا باخد من اس على الاتنين في السنتر لاين من هنا لهنا، بعد كده اس وهكذا، وببدأ ارسم السياخ بتاعتي على 45 درجة، او سوري الكلام بتاعتي على 45 درجة لو الكاميرا بتاعتي قصيرة، ولو ارتفاعها كبير زي ما اتفقنا قبل كده بناخدها على 60 درجة. ولنفترض ان انا هنا الكاميرا دي مسلحة ب 8 في 10. 8 في 10 على الأقل يوصل للركيزة كام؟ التلت، فمش هيقل عن 3 تسياخ. حلو. فأنا بالنسبة لي هوصل 4 تسياخ. أنا كنت عامل على صفين، الصف دي فيه هتلاقي الشرط اللي أنا راسمها دي 4 كانات 4 تسياخ، والصف اللي فوق فيه 4 تسياخ. فأنا جيت وبعد كده إيه، رحت عامل تكسيحة بسيخين، وبعدين راح للآخر ونازل، وبعد كده بقالي هنا كانوا هما 8 بقوا 6، 2 فوق و4 تحت. جيت على الصف ده كمان شلت 2. حلو. فاتبقى لي ايه في الصف؟ ما اتبقاش حاجه. وبعد كده هو يلف وبيبدأ ينزل كده. حلو. طيب اللي انا عملته ده عملته على اساس ايه؟ على اساس اماكن الشير اللي هو السبيسنج بتاع البنت اب بار على 2، بعد كده
السبيسنج على حسب بقى، وانا محتاج كام سيخ، 2 فاي 10 ولا 3 فاي 10 على حسب الاريا ستيل اللي انا محتاجه في البنت اب بورز. تمام. طب نعمله الحركة دي ازاي؟ بالنسبة لي في الكاميرا بتاعتي وانا بعمل الكورتيلمنت، لا انا بعمل التكسيحة، بحدد مكانها الاول، وبعد كده بقى ايه، بنزل من نقطة التكسيح انزل بخط لتحت، وابدا ارسم المومنت ريزيستنج باستخدام مش بقى ان انا احدد الحديد اللي انا ناوي اقطعه وهكذا، لا العكس. هنا مثلا 8 سياخ، عرفت الخط، ارسم خط بتاعها. الست سياخ انا كسحت سيخين فاي 16، يبقى اتبقى لي 6 سياخ. اروح راسم 6 على 8 مضروبه في الاريا ستيل المومنت اللي يقدر يشيله، واروح راسم خط. بس مش ما اعملش تقاطع بقى مع المومنت، لا، تقاطع مع الخط اللي نازل من فوق. لو الخط اللي نازل من فوق ده عمل لي الشكل اللي انت شايفه ده، المومنت ريزيستنج مغطي البندنج مومنت ديجرام، يبقى ما عنديش مشكله، سيف وتمام ومية مية. طب لو فرضا اللي بعد الشر النقطه ديت جت هنا مثلا، لو مشيت بالخط وجيت كده هلاقيها داخله جوه زي الشكل ده، يبقى انسيف. طب لو بعيد قوي زي ده، او مش بعيد يعني بعيد عامه، يبقى اسمه ايه ده unconservative يعني، او سوري conservative design. يعني ايه، انت حاطط امان بزياده، حاطط حديد بزياده. تمام. طب لو عند النقطه دي بالظبط، خلاص يبقى انت موفر على قد ما تقدر. عادي جدا، عادي جدا لو انت التكسيحه بتاعتك بتاخد حديد كتير، حلو ان انت تلاقي التسليع المومنت داخل، المومنت ريسيسنج داخل جوه المومنت، وبالتالي انسيف. في الحاله دي احنا بنحاول على قد ما نقدر نعمل حاجتين. على قد ما نقدر ان التكسيحه الواحده ما تكونش تسليح كتير عشان ما يحصلش الحركه دي، يعني انت كلما خفضت جامد في العزم كلما دخلت جوه الخط ده بيتخش جوه. تاني حاجة بنحاول على قد ما نقدر التكسيح ده يكون قريب من الركيزة السامبل. يعني هنا لو دي ركيزة سامبل مش كونتينوس، بمشي مسافة اس على الاتنين، بعد كده اس عشان تبقى قريبة. كونها قريبة يبقى انت بتضمن ان هيحصل تشفيتة في الشكل ده، هيبقى عامل كده. تفهمني؟ فهيبقى بيغطيها. تمام. طب انا عندي 6 سياخ فاي 22، عملت منهم سيخين اتبقى 4 22، عملت منهم سيخين اتبقى لي 2 22. في الحالة دي انت بتعمل ايه؟ انت يعني قطعت تلتين السياخ، فعشان كده حصل لك كده. كان ممكن بدل ما تستخدم 6 فاي 22 استخدم 9 مثلا فاي 18. فلما اقطع سيخين بس اتبقى لي 7، اقطع سيخين بس يتبقى لي 5. فانا ضامن ان انا تحت يعني ايه كل التخفيض في حتة بعيدة خالص، فمش هتعمل لي مشكلة. طيب بالنسبة للكابولي يا جماعة، الكابولي ما بنعملش فيه بنت ابار اصلا زي ما اتفقنا في الشير قبل كده. فبالنسبة لي هو من الاخر ريبار كيرتلمنت، تقطيع عادي. بس ساعات يعني قبل الكانتليفر، يعني اللي بعد الكانتليفر ده بار كيلتيلمنت، ما فيهاش بنت ابار. لكن الجزء اللي هو في النص ده ممكن اعمل بسم الله الرحمن الرحيم، ممكن اعمل بندنج للسياخ ان انا اتنيها وابدا استخدمها في العزم النيجاتيف. يعني هنا مثلا انا تنيت السياخ ديت اس على الاتنين، عملت خط اس على اس، بعد كده اس عملت خط، نزلت بالنقط ديت، وبعد كده رسمت المومنت ريزيستنج ديجرام، فكده سيف. طب هنا لا، هنا بقى قصة وسيناريو وحوار. ليه؟ اللي هتكسحه تطلعه فوق هيبدأ يشيل العزم النيجاتيف، لان انت دخلته كده ودخلته في الحديد ده طلعته ودخلته في الحديد ده. فبالنسبة لي لما صحيح ده مغطي بس فوق، ممكن تلاقي لما تيجي تطلع، انا بص هنا لما طلع فوق ارسم الخط اللي جاي من فوق وابدا ارسم منه المومنت ريزيستنج بتاع الحديد العضوي. لازم ده يغطي فوق وده يغطي تحت، فدي صعبة شوية ان انت تظبطها. تمام. تعال نبص على اكزامبلز للموضوع ده عشان خلاص المحاضرة تكون خلصت. طيب انا بالنسبة لي هنا انا صممت المومنت، طلع لي ان انا عشان العزم البوزيتيف كاميرا سيمبلي سبورتد محتاج 4 سياخ في 25 و4 في 22. خد بالك ان العزم الاساسي اللي كان موجود
كان مثلا في حدود 390، لكن ده بيشيل اريا ستيل على الاريا ستيل ريكوايرد مضروبه في 390 طلع 400. حلو. انا ناوي اقطع، ناوي اعمل التكسيح طبقا للشير مش طبقا للمومنت. انا محتاج تكسيحتين، كل تكسيحه 2 في 22. حلو. كل سبيسنج بتساوي 0.9. فالمفروض امشي، انا هشطب هنا معلش على البتاعه دي، هقول دي اس على 2، هنا مثلا دي 0.9 اعمل 0.45. زي ما انتوا عارفين انا قلت لكم ده مش مثال انا حل. فبالنسبه لي 0.45 وابدا اعمل اول تكسيح واوصل السيخ بتاعي، انا مش محتاجه في حديد نيجاتيف ولا حاجه، هوصله للاخر كده وخلاص. وبعد كده على بعد اس سبيسنج اروح عامل التكسيحه التانية ورايح للركيزه بتاعتي وواقف. تمام. طب هنا نفس الكلام اس على 2، سيبك من بتاع ديت. هنا الاس مختلفة شوية عن اليمين لأن الشير هنا مختلف شوية. الشير هنا كان أعلى لأن واضح إن كان هنا في المثال ده حبل مركز في المكان ده، عشان كده العزم شكله عامل كده. فالشير هنا عالي، فاحتاج سبيسنج أقل. فهنا هعمل اس على 2 وبعد كده الاس، وابدأ أعمل تكسيحة 2 في 22 على حسب الديزاين بتاعك، و2 في 22. طب أنا كان عندي صفين 4 22 و 4 25. فالصف الاولاني كان هو ال 4 22 اللي فوق، اسف 4 22. فانا لما اخد منه سخين وبعد كده سخين مش هتبقى منه حاجه، هتبقى لي ال 4 25 للاخر. فاروح عامل ايه؟ النقطه دي انا معروفه، النقطه دي انا عارفها من الشير مش من المومنت، اروح نازل بيها لتحت بخطوط كده. طب الخطوط دي هتتقطع مع ايه؟ هتتقطع مع المومنت ريزيستنج دياجرام. انا عارف ان ده 400، وعارف ان بعد ما اشيل سيخين هيتبقى 4 25 زائد 4 22، الاريا ستيل بتاعتها 4 في 491 زائد 2 380. اقسمهم على الاريا ستيل الاولانيه واضربهم في 400 يطلع لي فرضا 313. اروح راسم انتو سكيل 3 و13 مثلا او 6 و26، واروح راسم خط خفيف. برضو هكسح هيتبقى لي في الاخر 4 25، يبقى 4 في 490 الاريا ستيل مضروبه في 400 طلع لي 225. اروح راسم خط خفيف، وبعد كده اروح جايب الخط ده نازل تقاطع في النقطه دي، يبقى النقطه دي هي اللي حصل فيها الكسره دي. ده نزل تقاطع في النقطه دي خلاص، يبقى المومنت ريزيستنج بتاعي عامل كده. وبنهايه الكاميرا بتنتهي المومنت ريزيستنج. نفس الكلام هناك، ده نزل تقاطع هنا مع الخط الاحمر ده، يبقى دي النقطة بتاعتي، يبقى من هنا كده. نفس الكلام هنا، وادي كده المومنت ريزيستنج اللي بالازرق. طول ما هو مغطي العزم التسليح المومنت ريزيستنج مغطي البندنج مومنت بتاعي، خلاص يبقى انا في السيف سايد. تعال نشوف مثال فيه كانتليفر من ناحية واحدة. هو نفس الفكرة كلها، بس خد بالك الجزء بتاع الكانتليفر زي ما اتفقنا مش بنعمل فيه بنت اب بورس، ده زي ما عملنا كات كيرتيلمنت هنا، والتسليح الباقي بيتبقى على هيئة شوكة اللي هو اللي انت شايفه ده. وهنا الستيرابس بنحطها وبنقول المسافات دي 2 برانشز فاي 8 زي ما انت شايف كده، في خط اهو بس مقطوع 2 برانشز فاي 10 كل 200 ملم او وات. طب بالنسبة هنا للجزء ده كنت محتاج تكسيحة واحدة بس على الشمال، وكنت محتاج هنا تكسيحتين. همشي مسافة من وش العمود اس على 2 واس، واحط بقى الحديد بتاعي واعمل الخطين على 45 درجة او وات ايفر، مسافة اس على 2 وامشي ال 45 درجة. تمام. انا كان عندي 6 في 25 دولت بيشيلوا اكتر من العزم اللي انا محتاجه، فبالنسبة والتناسب طلع لي هنا الخط بتاع 6 25 هيقل منه، انا ناوي اقطع منه 2 هيتبقى لي 4. اروح ماسك الخط ده تقاطع مع الخط ده، جبت النقطة عمل كفرنج، الله 100 100. طب ده انا ناوي اعمل تكسيحة 2 25 و 2 25 هيتبقى لي كام؟ هيتبقى لي 2 25 ده التلت. ينفع وهاجي امشي مسافة من النقطة ديت امشي 0.3 زائد ال ايه واوقف الحديد بتاعي. لو هو هيتنسايل هيبقى خط كده. المهم امشي من النقطة ديت وانزل تحت، وامشي من النقطة دي وانزل تحت. ده النقطة الفاصلة ما بين الست سياخ والاربعة، هتقاطعوا مع بعض هنا. تمام.
ده النقطة الفاصلة ما بين الأربعة والاتنين أهو. هل ده بيغطي؟ تمام. مش بس كده، ده كمان من فوق. هاجي هنا النقطة ديت لازم أنزلها تحت. هنا كان 4 في 25 واتنين 22. بعد لما الاتنين 25 نزلوا هيتبقى لي هنا 2 25 زائد 2 22 بالنسبة والتناسب. ايه ده؟ آه دي غلطة. دي 2 22 زائد 2 25. شديت خط نزل مع ده جاب النقطة دي. تمام، 100 100. جينا 2 25 كده خلصت ال 4 25. هتبقى لي 2 22. يبقى هنا ده 2 22. الخط ده جبته كده وراح من فوق مش بتاع تحت، راح متقاطع معاه في النقطة ديت. يبقى المومنت ريزيستنج بتاعي عامل كده. غطى غطى. يبقى انا في السيف سايت ومية مية. طيب ازاي اكتب على اللوحة؟ كتابة على اللوحة فن. مش لازم تلتزم باللي انا بقوله لك ده، بس انا شايف ان هو من افضل الحاجات. يعني انا مثلا عندي هنا سيخ وسيخ. لو ده ما كانش موجود ما كانش باين ان هنا في قطع. انا قطعت سيخين، ففي سيخ مكمل اللي هما 3 سياخ مكمل من اول للاخر اللي هو ده، وفي سيخ تاني فوقه او في نفس الصف بتاعه فمش باينين، فجاي كده وبعد كده واقف هنا. عشان ابين ان هو واقف عملت الحركه دي. فلما باجي اعلم بعمل سهم بشاور على السياخ مش بشاور على الكتابه، وانزل واعمل خط في خط خفيف جدا، وابدا ارسم عليه بالاتقل شويه واعمل الكلام ده، وابدا في الاخر بقى طبعا امسح بقيه الخط. خط خفيف ده يعني بسمك 0.2 مل. يعني افضل حاجه وانت بترسم الرسومات دي يا جماعه يكون عندك اقلام بسايزز مختلفه. انا شخصيا كنت بستخدم 0.2 و0.5 و0.7. تمام، عشان ارسم اللوحه بتنطق فيها حاجه اسمها اللاين ويتس. كل ما كانت حاجه اساسيه اتقل عليها اخليها 0.7، حاجه اقل اهميه 0.5، حاجه زي الدايمنشنز والخطوط الرفيعه خالص دي 0.2. المهم لما باجي اعمل الكانه حاجه من اتنين عشان اعلم على الكانه، يا اما اعمل خط كده على السياخ كده واخد سهم كده واقول 2 برانشز فاي 8 او 5 فاي 8 في المتر او وات ايفر واكتب عليها الكتابه. او ان انا بكامل بقى طول البحر اقول ايه من اول هنا لغايه هنا اللي هي 0.4 متر اللي هو الدايمنشن حط كذا، من هنا لهنا اللي هما 2 متر حط كذا، من هنا لهنا ال 0.4 حط كذا. وانا بفضل بصراحه بفضل ده، لكن عاده اللي بنشتغل بيه في السايت هو ده، يعني اللي بنشتغل بيه في معظم المكاتب هو ده، لكن ده الادق والافضل. الابعاد برسمها بدايمنشن خفيف، وابدا اكتب الابعاد بتاعه العينه فوق خالص او تحت خالص من الكاميرا عشان ما تخشش في الكتابه بتاعه الكائنات وتخش في كتابه التسليح. لازم نعمل قطاعات. في حبة ملاحظات هديها لك عشان المسائل اللي ممكن تجيلك في الامتحان. اولا في الامتحان انا غالبا بديلك القطر السيخ اللي هتشتغلوا بيه في الحديد البوزيتيف او النيجاتيف او الاتنين مع بعض، عشان اسهل عليك ان في الاختيار بتاعك، وعشان تطلع حساباتك شبه حساباتي لان انا بحل المسألة دي قبل كده. لو قلت لك استخدم ستيرابس اونلي في الشير، فطبعا مفيش بنت اب بارز في التوفير بتاع الحديد. لا، انت هتشتغل حديد ستيل كورتيلمنت او هتقطع الحديد سواء مره او اتنين، واحتمال كبير اطلب منك اقطع نص الحديد، اقطع التلت وبعد كده التلتين. تمام. في حاله ان الحديد التكسيح هستخدم حاله تكسيح في الكاميرات. حاول على قد ما تقدر لما تكون كاميرا سيمبلي سبورتد ان انت تبدا اول تكسيح على اس على 2 قريب على قد ما تقدر من وش الركيزه، عشان لما تيجي ترسم المومنت ريزيستنج يبقى قريب هنا، فاهم؟ فما يخشش الحته دي، لو كانت بعيده كانت دخلت جوه البلاء البتاع. اما في حاله الكاميرا وكابولي سواء كابولي واحد او اتنين، فابعد سنه صغيره من وش البتاع. ليه؟ لان انت لو قربت قوي لو قربت قوي من الركيزة، من الركيزة نفسها تبقى قريب هنا، هيجي التسليح يخش هنا فوق لما يتكسح بزاوية 45 درجة،
هيعمل لك مشكلة وهيخش في العزم النيجاتيف. دايما في حديد عضوي موجود في الاماكن الفاضيه اللي هو الاريا ستيل داش، حطه 0.1 من الاريا ستيل بوزيتيف. طب اهني اريا ستيل بوزيتيف؟ ما انا قطعت من الاريا ستيل بوزيتيف الكبيره. ده مثال من الامثله اللي انا هجيبها لك الكويز اللي هيجي لك في الامتحان او الميد ترم التاني او الكويز الكبير اللي اتفقنا عليه. ده عاده مش هديلك، يعني عاده انت امتحان الفاينل بيبقى ام سي كيو، فمش ببقى عامل فيه رسم. ف فده mainly للكويز. ماشي، تعال نقرا مع بعض. figure 2 اللي انت شايفه قدامك ده shows the dimensions and ultimate factor loads of a beam of a span 6 meter with two overhanging ends. يعني اتنين overhanging ends اللي هو اتنين كانتليفر اللي هو السي بي والاي بي، 2 متر كل واحد فيهم، والسبان نفسه 6 متر زي ما هو قال لك من شويه. الاحمال اللي انت شايفها ديت قال لك ان هي ultimate load، يعني مش هضربها في واحد ونص. الدايمنشن بتاعت العينه موجوده قدامك، ده البي والبي فلانج او البي افكتيف والسكنس اوف سلاب، ومديك عرض الايه العينه، مديك نوع الخرسانه ونوع الحديد. حلو. ايه كمان؟ The cross section of the beam is a T section with web width B equal to 300 flange thickness 120 and spacing of the beam. الspacing ده كان ممكن نستخدمه في كذا حاجة، منهم ان احنا في ال LA بنقول السبان على 20. فالسبان على 20 هنا هيطلع كام؟ هنحسبه بيها using ultimate strength method. it's required to مطلوب منك التالي design the beam at B. B اللي هو العزم النيجاتيف، يعني أكبر عزم نيجاتيف، and at mid span أكبر عزم بوزيتيف. فهو عايز الاريا ستيل بوزيتيف والاريا ستيل نيجاتيف. design the shear reinforcement of the beam. كلها shear reinforcement consists of stirrups and bent up bars. يعني بيقول لك احسب كل البندنج الشير، الحساب بتاعت الشير كمان لكل حاجة. بس هو قال ستيرابس وبنت ابارز. خد بالك، يبقى لما نيجي نقطع الحديد بتاعي يبقى البنت ابار لازم ناخد من بتاع ده، ناخد بالنا من الموضوع ده. draw details of reinforcement. عايز قطاع طولي وعايز cross sections. الله. هنا برضو بيقول لك ان العمود، عرض العمود اللي انت تشتغل بيه 300 ملم، لان انت لما تيجي تاخد في الشير بتمشي السي على الاتنين او البي كولم على الاتنين زائد الدبس بتاعت الكاميرا على الاتنين. هنبدأ. هو رسم ده نفس الاكزامبل بس مرسوم بطريقة أنضف شوية. مطالب. ماشي. أول حاجة أخش عليها شغل structure. أقعد أرسم الشير فورس دياجرام والبندنج مومنت دياجرام. طب أرسمهم إزاي وأرسمهم بدقة إزاي؟ هوريك دلوقتي. هتلاقي في السلايدز بتاعت البي دي اف ازاي. يعني لو رجعت الاستراكشر هتلاقي الموضوع سهل. تمام. المهم، طب هعمل ايه بالشير فورس دياجرام؟ هصمم الشير. بيندنج مومنت دياجرام. البيندنج مومنت دياجرام مش محتاج ارسمه بدقة، غير عشان ان انا وانا بقطع الحديد بتاعي او بعمل له بينت ابارت. لكن انا محتاج الرقم ده كويس قوي عشان هصمم بيه دلوقتي، ومحتاج الرقم ده. وده اللي هيجيلك في الامتحان بتاع الكواز، ان انت ترسم مسألة ستراكشر الاول، بعد كده ابدأ احل. لو انت غلطت في الاستراكشر بتاع اولى مدني، خلاص انت يعني الدرجة بتاعتك هتقل بدرجة كبيرة جدا، ده لو انت عملت كمان الخطوات صح. المهم، بالنسبة للعزم النيجاتيف بحسب له الدي مينيمم، جذر واحدة الار ماكسيمم في اف سي على جاما سي، جذر المومنت في 10 6 على البي زي مسألة الستراكشر عادية. طلع لي ب 511 ملم ولا 21. زودت عليه 50 مللي طلع 571. يبقى هناخدها 600 مللي والدبس هيطلع 550 مللي. اجيب الار الجديده والاي اوفر دي الجديده واجيب الاريا ستيل نيجاتيف. طلع لي 1722. خد بالك، انا لما جيت اقسمه على 201 هو كان قايل لي هنا استخدم فاي 12. خلاص يبقى 8 تسياخ و6 ما ينفعش فاحط فيهم 9. بس خد بالك المومنت اللي هو بيشيله في الحقيقة مش 280. 9 على 8.57 مضروبة في 280 يطلع لي 294. طب المومنت البوزيتيف 310. تمام. ده خد بالك تي سيكشن. تمام. فالبي هي البي الكبيرة،
بجيب الار الجديدة تطلع حاجة عبيطة جدا، وعادة الالفا او الاي اوفر دي بيطلع اقل من 0.1، اخده 0.1. اريا ستيل بوزيتيف هيطلع 310 في 10 6 على اف فيلد على 15 في الواحد ناقص ال 0.1 على 2 في 550 او 0.95 يعني الدي يطلع لي 1706. تعال نختار، طلع 8.5 فاي 16 برضو، هحط 9 يبقى 9 على 8.5 مضروب في 310 طلع 330. يبقى انا كنت عايز اشيل 310 حطيت 330، حطيت اللي يشيل 330. في العزم النيجاتيف كنت عايز اشيل 280 حطيت اللي يشيل 294. ماشي. طيب الاريا ستيل داش هي 0.1 من الاريا ستيل بوزيتيف اللي هو تقريبا 171 مللي، اقسم على 113 طلع لي سيخين فاي 12. معلش المسألة دي أنا كنت حللها بالكود القديم، فالكيو سي يو كانت 0.24 ذا سكوير روت اوف اف سي على جاما سي بدل 0.16، بس مش تفرق كتير يعني. المهم شير ستريس اللي احنا عارفينه بيساوي كيو التيميت في 10 اس 3 على البي في الدي، تعويض مباشر هيطلع لي رقم مضروب في كيو التيميت. هروح اخد كل الشير فورس دياجرام ضربه في 1000 على 300 على 550 طلع لي الشير ستريس دياجرام. تمام. هنلاقي ان احنا هنا عندنا كذا زون. في الزون ديت الصغيره دي لو اخدت بالك دي اقل من الكيو سي يو ايا كان الرقم الحقيقي كام. هنا في جزء اقل من الكيو سي يو اللي هو لغايه القيمه اللي عندها دي كيو سي يو انكراكت، ده زون هيحط المينيمم وده زون هيتحط فيه المينيمم. فاضل ده وده. طب ده في الكانتليفر. الكانتليفر بنستعمل معاه زي ما اتفقنا ستيرابس اونلي. معلش خط زي الزفت انا عارف. هنا هنستخدم فيه البنت ابورد. ماشي. طيب دي التقسيمه اللي انا قسمتها. فعندنا زونز ممكن حتى اسمي ده وده زون 1 من الاثنين المينيمم ستيرابس. طب المينيمم ستيرابس بحسبها ازاي؟ انا عندي هنا العرض بتاع الكاميرا 300 مللي، فالنمبر اوف برانشز هيبقوا 2. 2 في الاريا فاي على البي في الاس بيساوي 0.4 على الاف فيلد. تعويض مباشر اطلع لو استخدمت فاي 8 اللي هي 50 مللي السبيسنج هتطلع 200 ملم، يبقى 2 برانشز فاي 8 كل 200 ملم في زون واحد اللي هو ده وده. تمام. طيب بالنسبة لزون 2، زون 2 رخمة اللي هي الزون ديت، همشي مسافة بي على 2 وبعد كده امشي مسافة دبس على 2 طلع لي كريتيكال شير 1.6 هنقص منه 0.12 ذا سكوير روت اوف اف سي على جاما سي اللي هو نفس الرقم ده. تمام. هيطلع لي 0.55. تمام. يبقى معنى كده ال 0.55 بتساوي كيو ستيرابس اللي هي 2 برانشز في اريا 5 في الاف ده 15 على البي في الاس. تعويض مباشر بكل حاجة، وحطيت الاريا 5 ب 50 عشان فاي 8 طلع لي الاس 126 اقرب على الاقرب 25 ملم للاقل فطلعت 125 فطلعت 2 برانشز فاي 8 كل 125. في المثال ده بالذات انا هحللك مره بالستيرابس اونلي ومره بالبنت ابار. المهم لو هنشتغل بيها ستيرابس اونلي هيبقى الكيو ستيرابس اللي هي الكريتيكال شير ناقص ال 0.12 ذا سكوير روت اوف اف سي يو على جاما سي. هو احنا ما كناش بنعملها كده بس هي هتطلع نفس الرقم. فكيو ستيرابس 1.4 2 برانشز اريا فاي اللي هي 50 في 240 على 1.15 على البي في الاس بتساوي 1.4. يبقى الاس بيساوي 50 ما ينفعش ما يقلش عن 75 مللي. وفي ناس كتير بتعمل ال 100 مللي بس ملناش دعوه خلينا من 75. فهستخدم فاي 10 اللي هو 79 تعويض مباشر طلع لي 79. في ناس هتقول ما ينفعش بس خلينا نشتغل كل يبقى 4 برانش اسمه ده 2 برانشز فاي 10 سوري ده ماي ستيل فاي 10 كل 75 مللي. لو مش عايز تشتغل كده خلاص استخدم فاي 12 تحط دي مكانها 113 يبقى 2 في 113 240 على 15 بي في الاس يتساوي 1.4 وطلع 2 برانشز فاي 12 كل غالبا لا اله الا الله كل مثلا 125 او 150. في حل تاني تستعمل 4 برانشز بس ده بيبقى في العرض 300 بيبقى رخم شوية لكن ممكن تستخدم 4 برانشز فالمعادلة هنا تتغير 4 فيطلع لك 4 برانشز في 8 كل 100 ملم تقريبا. سيبك من الحتة ديت لأن أنت أنا ما اديتهالكش.
اول حاجه في الحسابات لما نيجي نرسم الكلام ده، بجيب ال دي اللي هو طول الرباط اللي هو 60 مره قطر السيخ، 60 في 16 يطلع لي 960 ملم او 0.96 متر. ال A اللي هو الانكورنج لينز عادة بيطلع الأكبر هو ال 0.7 دي اللي هو يطلع 0.385. تعالى بص 10 فاي 10 فاي 16 اللي اتفقنا عليه طلع 0.16 متر. السبان اللي هو 6 متر على العشرين، 6 على 20 يطلع لي 0.3 متر. ده قليل وده قليل، وهو ده أكبر واحد، هو ده اللي هنستعمله. عشان كده عادة ال A زائد 0.3 دي بتساوي الدبس بتاعت الكاميرا. لو أخدت بالك هتلاقي ده بيساوي دي. 0.3 دي زائد ال دي طلع لي 1.125. ماشي. ده عادة ده مهم أكتر للعزم النيجاتيف. الميغا بقى دي انت هترسمها انتو سكيل، هترسم العزم ده في اللوحة انتو سكيل بشغل الاستراكشر المحترم، وهتلاقيه موجودة في السلايدز ازاي ترسم شكل البندنج مومنت ديجرام. المهم لو تفتكر احنا هنا العزم ده كان 310، فانا ده كان محتاج 8 تسيخ ونص، انا حطيت 9، فضربت 9 على 310 طلع 9 على ال 8 ونص في 310 طلع 380 او 30 مش فاكر. فهروح راسم انتو سكيل 330 وشادد خط. بعد كده انا ناوي اقطع مثلا 4 تسياخ، فيتبقى لي 5. ف5 على 9 في 330 اروح راسم ويطلع لي رقم اللي هو 183، اروح راسم 1.83 متر مثلا او سنتيمتر، واشد خط. لما بيتقاطع مع المومنت اروح طالع الخط ده لفوق وامشي 0.3 دي زائد ال ايه اللي هو الدبس اللي طلع 0.55، واوقف السيخ بتاعي. طب انا كده خلصت الحديد السفلي، لان كده هيتبقى 5 سياخ فاي 16. لو اخدت بالك انا راسم الخطوط بتاعه الحديد كلها على لاين واحد، الدايمنشن بتاعه الستيرابس موجوده على لاين واحد. ماشي. طيب بالنسبة للعزم النيجاتيف، لو خدت بالك الزيرو مومنت هنا، الماكسيموم مومنت هنا، او في زيرو مومنت تاني هنا، انا محتاج 9 في 16. 9 على 8.3 مضروبة في مش عارف في العزم 280 على ما افتكر، طلع لي 300 حاجة و80 ولا ايه مش فاكر. حل. طب انا ناوي اقطع 4 سياخ برضو، 4 سياخ هيتبقى لي 5. 5 على 9 مضروبة في 320 ولا حاجة، يطلع لي خط الرقم المومنت ده ارسمه انتو سكيل يتقاطع في النقطة ديت، ارسمه انتو سكيل يتقاطع في النقطة ديت، اطلعها واقول انا ممكن اقطع السيخ 4 سياخ بعد مسافة الدبس، بعد مسافة الدبس. حلو. يبقى ده بالنسبة للصف الأولاني. طب الصف التاني أنا محتاجه فين؟ خد بالك الصف التاني ده يفضل إن، أو الصف اللي هو الأولاني يعتبر ده يفضل يبقى على هيئة شوكة، عشان احنا بنتكلم في كانتليفر. فهو هيبدأ من هنا ويلف كده 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 كده، هيقف فين؟ هيقف بعد الماكسيمم مومنت 0.3 زي ال دي اللي هو 1.125 متر، او من الزيرو مومنت امشي مسافة اللي هو الدبس 0.55، ايهما ابعد واروح موقف السيخ. طب الحتة دي هتبقى فاضية، هروح عامل ايه؟ 0.1 من الاريا ستيل ده، هحط الاريا ستيل داش اللي هو ده، امشي مسافة 0.2 تداخل واروح اعمل كده. لو تفتكر احنا طلعناها 2 فاي 12. طب بالنسبة للستيرابس همشي مسافة 5 سنتي من وش العمود انتو سكيل وارسم أول كانة. بعد كده أبدأ أحط الكانات في المسافة اللي كنت محتاجها في زون 1 لا زون 2 لو حد فاكر كان 0.3 متر بس. 2 برانشز فاي 8 كل 125 حطيتهم. طب في الحتة الأولانية كان اولموست المينيموم ستيراب على ما أفتكر، فببدأ أحط التسليح بتاعي. الزون اللي في النص ديت كان في زون 3 كان محتاجة 2 برانشز فاي 8 كل 75 مللي مثلا، هروح حاطط الكانت بتاعتي. بعد كده الباقي 2 برانشز فاي 8 كل 150 ملم، هروح حاطط الكانت بتاعتي وابدا اعمل الخط الدايمنشن مع الكانت. طبعا في كروس سيكشنز، هناخد كروس سيكشن عند العزم البوزيتيف اللي هو هنا مثلا اسمه، اروح رسمه كده
واقول سكشن ايه لو هو عايز كذا كروس سكشن. عند النيجاتيف اروح حاطط بي مثلا، كده بي، وابدا اعمل ده سكشن مثلا ايه عشان متبين فيه سيخين فاي 12 ومتبين فيه الصفين التسعة فاي 16. يفضل اكتب فيه 5 فاي 16 تحت و4 16 فوق، اكتب كده. وعليه الدايمنشن هنا مش باين 300 ملم، وهنا 600 ملم. دي هي نفس. لو هستعمل بنت ابور، انا بالنسبه لي هما 3 حاجات بتشيل الكيو سي يو بعد الكراكنج طبعا. الكراكت اللي هي 0.12 ذا سكوير روت اوف اف سي يو على جاما سي، والكيو ستيرابس اللي غالبا بنحطها المينيمم ستيرابس، والكيو التيميت بنت. زون 1 وزون 2 مش هيختلف حاجه عن مثلا في زون 3، هي دي اللي مختلفة شوية كمان فيها بنت ابار. هتلاقي في 3 اجزاء، جزء اللي بيشيله كيو سي يو كراكت وكيو ستيرابس، ويتبقى حتة اللي هي المسافة بتاعتها اكس، هي دي اللي هنشيلها بالبنت ابارز. فانا بصيت على المسافة اكس انتو سكيل لقيتها 1.55 متر، كاتبها هنا. تمام، دي لو لاحظت ان هي اكتر بكتير من الدبس اللي هو 0.55 متر، وبالتالي غالبا عندنا اكثر من تكسيحه غالبا. الكيو التيميت برضو لقيته اكتر من مره ونص كيو سيو كراكد، فلازم نستخدم سبيسنج صغيره شويه. لو استخدمنا السبيسنج بتساوي الدبس اللي هو 0.55، هيبقى عندي كذا تكسيحه، الاكس اوفر الاس طلع لي 2.8، يبقى عندنا 3 تكسيحات. كل تكسيحه هتبقى فاي كام؟ طبعا فاي 16، ويفضل يبقوا سخين. طب 3 في 2 ب6، يتبقى لنا 3 من التسعة. تمام، ينفع نعمل كده. تعال نبص الكلام ده. تعال، يبقى 2، يبقى انا بالنسبه لي كيو بنت ابار 2 في 201 في اف فيلد على 15 على البي في السبيسنج، مضروبه في الكوزاين الفا بلس الساين الفا، هنستخدم 45 درجه هنا. طلع لي يعني بالحاجه دي 1.2 نيوتن على المليمتر سكوير، اكتر من 0.47. كان ممكن تستخدم 1 فاي 201 وتشوف، بس يفضل دايما يبقى تكسيحة 2. تمام. لو كنا عملنا 3 تسياخ كان هيبقى في مشكلة ان احنا 3 تسياخ وبعد كده 3، لو كانوا تكسيحتين يعني او 3، 3 و3 و3 تبقى لك ايه؟ ما تبقالكش حاجة. في الحالة دي لازم تعدل في الثلاث تكسيح، لازم تعدل السبيسنج بحيث تخلي السبيسنج بتاعتك اكبر. فاحنا هنا هنستعمل 3 تكسيحات بسبيسنج 0.55 متر، وكل مرة هنكسح 2 في 16. انا كاتب ملحوظة هنا، هيتعمل 3 تكسيحات 2 16، مش هيتبقى لنا التلت اللي انا قلت عليه من شوية. في الاخر هنرسم الرسم، بس خد بالك التكسيح هو اللي بيحدد اماكن، اللي هو التكسيح بتاع الشير هو اللي بيحدد اماكن بداية ونهاية الاسياخ. فهنا انا برسم اس على 2، بعد كده اس، بعد كده اس. انا عندي كل تكسيحه من ديت 2 فاي 16. فبالنسبه لي فعندنا هنا 9 فاي 16 اتكسح منها سيخين فتبقى 7 فاي 16. بعد كده اتكسح سيخين بقى 5 سيخين 3. فهنعمل ايه؟ التسعة فاي 16 فرضا مثلا كانت بتشيل 300، يبقى السبعة تشيل كام؟ 7 اللي هي 7 بدل ما شلت سيخين، 7 على 9 في 300، اروح راسم انتو سكيل خط. بعد 5 على 9 في 300 ارسم انتو سكيل واشد خط. 3 على 9 في 300 ارسم انتو سكيل واشد خط. بعد كده من النقط ديت اروح نازل خطوط كده وتتقاطع مع الخطوط بتاعتي، وارسم بيها المومنت ريزيستنج. بيغطي الحمد لله. تعال نشوف النيجاتيف. انا كده كسحت سيخ واتنين وتلاتة، فكده عندي 6 فاي 16 جايين لفوق، وانا عايز 9. فده وده هيبقوا في صف واحد، اللي هم 4 سياخ فاي 16، واللي فوق كان 5. فهنا 2 هيروحوا هنا، وانا هوقفهم بعد شوية عن طريق الكيرتيرمنت هوريك دلوقتي. واللي فوق هيكمل وهيشتغل كشوكة اللي هو 5 سياخ فاي 16، ودي قلناها من شوية. طب المتبقي هحط في الاريا ستيل داش اللي هو 0.1 من الاريا ستيل زي ما اتفقنا. والكانت هتحطها ده غالبا في الجزء بتاع البنت ابار كله مينيمم تقريبا. وهنا بنحط على حسب زون 2 محتاجة تسليح، هنا كانت، وهنا زون 1 اللي هو المينيمم. المهم طيب انا عايز اقطع السيخ ده،
السيخ ده مش بنت اب بار، هقطعه ازاي؟ انا محتاج اقطع 4 اسياخ برضو، فانا هيتبقى لي 5 على 9 في 330 ولا مش فاكر ايه، اروح راسم شادد خط هيتقاطع هنا، اطلع امشي مسافه الدبس واوقف السيخ. وده هاي تنسايل وحديد علوي، عشان كده التكسيحه بتاعته عامله كده. طيب بالنسبه للجزء اللي على اليمين، ده التكسيح هو اللي بيحدد لي الاماكن، فهنزل منه هو بخط، انزل من النقطه ديت بخط، انزل من النقطه ديت بخط، وبعد كده ارسم الخطوط بتاعتي انتو سكيل، يعني 7 على 9 في 330، 5 على 9 5 على 9 في 330 واشد خط، 3 على 9 في 330 واشد خط. الثلاث خطوط اللي نزلوا دولت من فوق، مش من اللي تحت، من اللي فوق، ارسم بيها المومنت ريزيستنج مغطي. تمام، انا في السيف سايت وكله تمام. عندك هنا اكزامبل تاني تقدر تبص عليه، مش عارف، تبدو مسألة متشابهة جدا. زي ما قلت لك ده بالكود القديم. في هنا طريقة التحضير يعني ايه، انت بتشوف كم سيخ في الصف مثلا، اللي هو بعرض الكاميرا ناقص 50 على 50 يديلك 5 صفوف. فلو عندنا 9 اسياخ يبقى عندنا صفين. طب هنحط الصفين ازاي؟ 5 اسياخ و4. تمام. طب عادة بوقف الصف اللي فوق الأول، يعني هوقف الأربع اسياخ اللي فوق الأول، بعد كده أبدأ أمسك في الاسياخ، بس بحيث ما يقلش عن تلت الاسياخ يوصل. تمام. لو عايز مومنت ريزيستنج للتسعة فاي 16 هقطع سيخين سيخين سيخين، يبقى 310 ده كان بيشيل 1706 بيشيلهم، انا حطيت 1809 يبقى 1809 بتشيل كام؟ 1809 على 1706 في 310 بتشيل 330. طب السبعة تشيل كام؟ 7 على 9 في 330. 5 كام؟ 5 على 9 في 330 وهكذا. طول الوصلة احنا حسبناها قبل كده. مش فاكر ليه السلايد دي رجعت تاني. دي الحلول. في ازاي ترسم البندنج مومنت ديجرام. تمام. لو تفتكر مثلا في السمبل سبورتد بيم كنا بنقول العزم بيطلع دبليو سكوير على 8، لكن لما بنيجي نرسمه كنا بنرسم دبليو سكوير على 8 ونضاعفها، وبعدين نرسم خطين دولت اللي هي المماس، فبيبقى عندي كده 3 مماسات. لو انت تعرف ترسمهم بسهولة ويسر مفيش مشكلة. لو عايز تخليها حاجة انضف شوية كنا بنعمل في الاستراكشن انصص دي وانصص دي وانصص دي وانصص دي، واعمل خط وخط وابدا ارسم. في ناس بتعمل مش بس تنصيص، بتعمل على 3 وترسم خط كده وخط كده وترسم البتاع عشان يطلع نضيف 100%. ايا كان، انا عن نفسي برسم نص نص نص، واعمل يعني مماس تالت هنا ومماس قصدي رابع وخامس، وارسم بالفرنش كيرف شكل البندنج مومنت ديجرام. طب لو عندي حاجة زي كده عزم نيجاتيف وعزم نيجاتيف، ببدأ أعلق من العزم نيجاتيف الدبل سكوير على 8 مرتين، تمام، اللي هي على 4 يعني، وأبدأ أعمل الممسات بتاعتي وأرسم العزم بتاعي. بالنسبة للكانتليفر، الكانتليفر كنا بنعمل لو تفتكر خط النص كده، وبعد كده أبدأ أرسم المماس بتاعي. في طريقة تانية اللي أنت شايفها ديت، يعني أدق شوية بس ما فيهاش مشكلة. كنا اتكلمنا على الكروس سكشن ازاي ترسمه وازاي تختار حديد التسليح والاريا ستيل داش او الاريا ستيل وعدد الصفوف اللي في الصف. ولو عندك حديد علوي بتختاره برضو بس بقطر اكبر شوية. يعني ايه كانت تعليق، يعني ايه شرينكج رينفورسمنت وازاي احسبه بالبوينت 08 الاريا ستيل، والمسافات اللي هي البوينت 08 من الاريا ستيل بوزيتيف، والمسافات ما بينهم ما بتزيدش عن 300 ملم. كانت القفلة بتاعتها بنحاول نخلي القفلة في منطقة الكومبريشن، يعني لو عندي عزم نيجاتيف بحط الكانة دي فوق، لو عندي سوري عزم بوزيتيف الكانة بتبقى القفلة بتاعتها فوق، لو عندي عزم نيجاتيف القفلة بتاعتها بتبقى تحت. هنا نكون خلصنا الحمد لله المحاضرة الطويلة ديت، أتمنى ما تكونش محاضرة رخمة، أتمنى تكونوا استفدتوا. شكرا لحضراتكم. وكان معاكم الحمد لله الدكتور محمد دياب.